بنشوف جينو نايم على السرير واخته بتتصل عليه وتقول له انت فين دلوقتي؟ انت المفروض تيجي اجتماع اولياء الامور. ويجي المدرسه وبيكون منظره مذهل جدا ويلفت انظار جميع من في المدرسه، وبيوصل لاوضه المديره وتقول له اختك ذكيه جدا وحصلت على الدرجات النهائيه وهي ممكن تدخل كليه الطب، وتقول له في سؤال عاوز اقوله لك، وانت لو اختك بقت اقوى وجالها استفاقه ثانيه وعاوزه تبقى صياده هل توافق على هذا ام لا؟ وبيرد جينو طبعا لا، وتقول له احنا عندنا مشكله مع احد الطلبه وهي طبعا صاحبه اخته ويقدر يتعرف عليها ويروح لها، وتقول له مهما المعلمه قالت لك ايه انا مش هروح المدرسه ومش هبطل مهنه الصيد. ويقول لها جينو انت طبعا من الرتبه ايه، يعني انت مش هتقدري تكسبي اي فلوس. وتقول له ايه يعني ما انت برضه من الرتبه نفسها، يعني مفيش فرق برضه. ويقول لها جينو ايوه انت كسبتي فلوس في المغارات بتاعتنا ولكن ده استثناء فقط. ويقول لها انا ما جيتش علشان اوقفك. ويقول لها تعالي ورايا، انت ناوي على ايه يا جينو؟ ونشوف مدير جمعيه الصيادين راح المطار ويستقبل واحد من الصيادين، والمصيبه هي انه اخو هوانج الذي قتله جينو في احد المغارات بسبب انه حاول قتلهم. ويقول له انت ناوي تقعد كتير ولا لا؟ ويقول له هوانج انا بكره البلد اصلا، انا مش قاعد كتير. ويقول له مدير امال انت جاي ليه؟ انت جاي هنا علشان تدور على الاتنين دول مش كده برضه؟ ويقول له انا هدور على مين؟ انا اصلا عارف هما فين، ده انتوا الجمعيه عينيكوا على كل حاجه وانتوا هتوصلوني ليهم. انا هبدا بصاحب الرتبه ايه وبعدها صاحبه. ده مستهدف جينو الاول، اوعى تكون فاكر انت هتقدر توقفني، ده انت حته صعلوك. وفي الوقت دوت يعرف رئيس الجمعيه ان النمل نما لهم جناحات وقدروا يوصلوا للشواطئ ولكن على هيئه جثث، دي مساله وقت عندما يعرفون الطيران، وان قدروا يعملوا كده هيحصل الكثير من الوفيات. ويقول لهم رئيس الجمعيه احنا لازم نستعد. وبنشوف جينو وصل لبوابه وبيتكلم مع مدير نقابه النمر الابيض ويقول له احنا عاوزين ننضم للمغاره. ويقول له طبعا انا ما اقدرش ارفض ليك اي طلب، وهذه فرقه من المتدربين يعني هم لسه ما عندهمش خبره كبيره. وجينو تطوع بمراقبه الفرقه اثناء المغاره وهم عباره عن 8 افراد، واحد من الفرقه وهو كيمي تشول من الرتبه ايه وهو مدافع وهو قائد فريق الهجوم، وهم 5 من الرتبه بي و2 من الرتبه سي، بمجموع 8 مع كنتوا الاثنين تبقوا 10 افراد. بيكون جينو خايف لا تفشل خطته وكان عاوز يوري لصاحبته مدى قسوه المغاره وخطورتها، ولكن هذا الفريق مزدحم وممكن ينجحوا بالعبور احيانا من هذه البوابه ويبداوا يدخلوا. وبعد ما يعبروا البوابه بتحصل حاجه غريبه وبيشعر جينو بحاجه، ده في حاجه هتحصل، وفجاه بتتغير لون البوابه الى الاحمر ويحاول جينو يهرب ولكن ما يقدرش يخرجوا وتقفل البوابه ويعرف رئيس النقابه بالامر. ونلاقي جينو والباقي في منطقه جليديه، وتعالى نعرف يعني ايه البوابه الحمراء، وده معناته بخلاف البوابه العاديه هذه البوابات مميزه، هذه البوابات تنقلك العالم منعزل عن العالم الخارجي، يستحيل الخروج منها وحتى الدخول اليها الا بعزيمه الزعيم او انكسار ختم البوابه. وكما ايضا الوحوش السحريه في هذه البوابات تبقى اقوى من المعدات. وفجاه بيهجم عليهم حد ويموت واحد منهم وبيكون جينو انقذ صاحبته، ده سهم جليدي وده معناته وجود وحوش ذكيه، والصدمه هم جن الجليد ولاستهدفوا اضعف من فيها الفرقه. ويقول جينو ده انا لو كنت هنا قبل شهرين لو كنت مت حينها. ويتعصب جينو ويمشوا الجن، وهذا الجن يلقب بسفاح الجليد ويقول لهم كيم احنا لازم نعدي المغاره لوحدنا، مفيش مساعدات هتيجي من الخارج، احنا هنقاتل وحوش اقوى بكتير وانا ما اقدرش اقودكم كلكم لوحدي، ولذلك احنا هننقسم لفريقين عشان فرص النجاه تبقى اكبر. وده فعلا غباء منه، انت كده هتموتهم كلهم، ده الجن ذكي جدا يعني مش اي وحوش، ويقدروا يفكروا وينسبوا كمين برضه. ويخلي جينو وصاحبته قائد للفرقه بتاعتهم ويقول لهم انا مش هاخد اي حد من الرتبه سي او اقل، وتطلب واحده تروح مع جينو ويوافق كيم وتعرف ان جينو ليس من الرتبه ايه، ده اعلى منهم. ويقول لهم هنسلك طريق الخالي من الاشجار وانتوا هتدخلوا الغابات ويتحركوا. وبيشوف كيم اثار مخالب وهي تابعه لدب الجليد، وتيجي مجموعه من الدببه وهي عملاقه جدا وقويه وبيهجم عليهم كيم ويقتل واحد منهم في لمح البصر. وفريق جينو بتقع في منطقه الدببه وتقول لهم واحده احنا لازم نبعد من هنا بسرعه. ويقول لها جينو انا كنت عاوز كده، ده كده احسن من مواجهه عدو ذكي وهو الجن الجليد. وبيصادفوا دب جليدي ويقابلوا جينو وبيكون رئيس نقابه النمر الابيض وصل، وبيقول له مديري في صياد تاني جوه وهو جينو ده ممكن يتعرض لاستفاقه تانيه. ويجي الصياد هوانج ويقول له بايك ايه اللي جابك هنا؟ ويقول له ايه اللي خلاك تدخل واحد من الرتبه ايه وهو جينو؟ ده انا كنت عاوز اقابله مش اكتر، ده انت محظوظ يا جينو، ده واحد من رتبه الامه ما يقدرش يدخل حتى هو كمان البوابه. وبيكون جينو خلص على جميع الدببه ويخيموا شويه، وبيكون جينو بيتجول شويه ويقابل عرين للدببه ويخرج جيش الظلال ويهاجموا على الدببه ويقدروا يخلصوا عليهم، ولكن يظهر القائد بتاعهم ويهجموا عليه ولكن ده يخلص عليهم كلهم في لمح البصر. ويتقدم يغريس ناحيه الدب ويهجم عليه ويقدر يطعنه في ظهره ويتسبب في العديد من الجراحات. وكان خلاص الدب هيطلق هجومه الاخير ولكن يغريس يقطع راسه. بيقول جينو لو يغريس وصل قتاله ضدي بالسيف لقتل لي حينها، احنا بمستوى واحد دلوقتي، ده ممكن يكون اقوى مني لسه. وبتكون فرقه كيم وقعت في كمين من الجن ويقتلوا جميع الفرقه ويهرب كيم رعبا منهم. بنشوف جينو قضى على جميع الدبب الجليديه ويضمهم لجيش الظلال. بيكون الصياد بيك وهوانج لسه بره وبقالهم 3 ساعات اي ما يعادل 3 ايام في البوابه
الغابه. وبيقول هوانج يبقى الصياد جينو لقى حتفاه هناك، انا هنا بعمل ايه؟ انا جيت على الفاضي. ويقول لهم ثانيه واحده، هو مش جينو مش في النقابه بتاعتكم اصلا؟ يبقى انتوا دخلتوه ليه؟ فبيقول له المدير ده انا كنت اعرفه وهو كان عاوز يشوف مغاره من رتبه سي مش اكتر، فانا قررت ادخله مع الفريق، ولكن يمسكه هوانج وكان هيقتله في ايده. ويقول له طب انت برضه دخلته ليه مع انه مش من النقابه بتاعتك؟ ويمسكه بيكو ويقول له سيبه والا الليله دي مش هتعدي على خير، وتتصدم قوتهم بشكل كبير، احنا لازم نوقفهم الا هتحصل معركه بين صيادي رتبه اس، ويستعدوا بكامل قوتهم ويهجموا على بعض. ولكن وقفهم مدير الجمعيه ويقول له هوانج ده انت طلعت قوي، ويقول له انت لو ما تسهلتوش في اخر لحظه لكانت ايدي اتكسرت حينها، بس انا قاسيت قوه جينو بنفسي وكانت من رتبه ايه. ويقول له اخوك مات بسبب تشابكه معه وحش اعلى منه رتبه. ويقول له هوانج ده كل ده كلام فارغ، دي كذبه مش اكتر، اللي قتله هو الفتى المدلل من شركه يوجين. يقول له انت ليه بتستهدف جينو؟ يقول له هو ده مش واضح؟ ده عذر لقتل احدهم. فبيكون الصياد كيمي بيتجول بعد ما وبيت فرقاه على يد الجن الجليد، وبيقول كل ده بسبب ما كانش معانا معدات كافيه وهم كانوا اكتر عددا منا، وبيلاقي دبابه الجليد قد ابيدوا بالكامل وبيكون مصدوم. وبيقول ده استحاله، فرقه جينو الضعيف تقدر تهبدهم ازاي؟ دول مجموعه من الضعفاء، ولكن بيفتكر ان جن الجليد هو اللي ابدهم. وبيلاقي الفريق قاعدين وبياكلوا ويضحكوا كمان، وبيكون متضايق جدا ازاي ده هم عايشين ازاي كده، وكمان معاهم اكل ومعدات ومؤن وبياكلوا كمان. وبيروح لهم وهو متعصب جدا ويقول لهم مين اللي كان معاه المعدات ديت؟ الفريق بتاعي لقد ابيد بالكامل وانتوا معاكم كل المعدات ديت. يقول لي يبقى انت كنت عارفه انه كان معاه معدات، لو انتوا ما قلتوش مين اللي جاب المعدات ديت انا هقتلكم هنا واعتبركم خونه. هو بيهجم عليهم ولكن يجي جينو ويضربه ويقول له انت اللي قتلت فريقك بنفسك، انت السبب، وكمان انت حضرت المتاعب لينا. ويقول لهم اظهروا نفسيكم انا بشر بحضوركم. وبيظهر جن الجليد وبيكون تبعه كيم، بيكون عددهم كبير. وبيظهر الزعيم وبيقول انا ما كنتش متوقع عليها واحد قوي من الحسالة دول. ويقول له جينو انت بترعت مين بالحسالة؟ وبيكون جينو فاهم لغتهم ويتعجب، ولكن ده بيكون من تاثير النظام. وبيقول له طالما انت بتتكلم لغتنا يبقى في واحد من جنودي عاوز يقتلك، وهو قال لي اللي انت اللي قوي فيهم، هو عاوز يتحداك. ولكن جينو يقطع راسه في لمح البصر ويتحمس القائد وبيهجم عليه جينو، ولكن بيصد ضربته، ده باين عليه مش هيموت بسهوله. وبيقول له هو انت ليه واقف مع البشر مع انك مش منهم؟ انت بتقصد ايه؟ ازاي انا مش منهم؟ احنا بنسمع اصوات بتحثنا على قتل البشر ولكن لم تحثنا على قتلك، يمكن ده بسبب النظام ويمكن علشان انا لاعب. وبيقول له احنا مش عاوزين نقتلك، انا هعرض عليك عرض، سلمنا الناس اللي وراك واحنا مش هنقتلك. وبيقول له جينو انتوا مين بالظبط؟ وكان القائد لسه هيرد عليه ولكن يرجع لنفس العرض تاني الذي عرضه على جينو. باين كده في حاجه غريبه بتحصل. بيرفض جينو عرضه، بيقول له القائد هو انت ناوي تقاتلنا كلنا؟ ده احنا اكتر منك. ويبتسم جينو ويقول له انت بتقصد مين؟ وفجاه جينو بيستدعي جميع جنود الظلال وبيكون الفريق مستغربين من اللي بيحصل، ويامرهم القائد بالهجوم ويتقاتلوا ويفضلوا يقتلوا بعض. ولكن كان الافضليه لجنود الظل وبيهرب بيها الفريق، وبيكون جن الجليد هيقتلهم ولكن جينو يقتلهم في لمح البصر. وكان القائد بيقتل الجنود بشراسه وكمان هو اقوى مني بوضوح، وبيهجم عليه بسرعه ويصد جينو ضربته. وبيقول له انا اسمي بارك وانت اسمك ايه؟ وبيقول له انا سونج جين وو اللي هيقتلك. وبيهجم عليه بسرعه ولكن كان بارك هيقتله، ولكن يلغي جينو السلاح ويضربه بالسيف الثاني، ولكن يفضل يراوغ ضرباته ويطيره بعيد. ولكن يجي نيزك عملاق وينزل على بارك وبيكون من عمل جنود السحر، وبيكون جينو كسب وقت، وبيكون كيم صحي ويمسك سيفه وبيهجم على جينو وبيكون متعصب جدا، وبيهجم بارك من الناحيه الثانيه. ولكن جينو يعمل اعصار جليدي ويقرب بارك اكتر، ولكن بيظهر فارس غريب، وبيكون جينو اللي عمله استدعى غريس ويعمل اعصار ويقتل الصياد كيم ويحوله جينو لجنود الظلال ويسميه جينو ايرون ويفعل قوته. وبيكون بارك متحمس جدا وبيهجم على ايرون، ولكن بيكون ايرون قوي جدا وفي نفس الوقت بيصد ضربات بارك. وبيقول له بارك الفارس ده ما يسواش حاجه قدامي، تعالى هاجمني انت والفارس عليا. ويهجموا هما الثلاثه، ولكن بيكون بارك سريع جدا ويراوغ ضربات جينو وغريس وايرون ويفعل ايرون قوته وبيهجم بارك عليه بكل قوه، ولكن بيصد ضربته. وبيهجم يغريس عليه ولكن يراوغ ضربته، ولكن جينو يجي من وراه ويطعنه بالخنجر. وبيقول له بارك انت بتستخف بيا، وبيقول له جينو انت بلا شك قوي، ولكن ماذا عن جنودك؟ وبيكون جنود الظلال ابيدوا جميع الجن بالكامل. وبيقول له طالما انا لو قتلتك الجنود مش هتشكل خطر عليا. بيهجم عليه ويرمي جينو الخنجر عليه ولكن يتفادى الضربه. بيقول له بارك ايه اللي انت عملته دوت؟ انت غبي جدا، ده انا هقتلك دلوقتي. ولكن جينو يفعل سلطه المهين ورجع الخنجر تاني ويكسر خنجر بارك، ويجي ايرون ويمسكه ويستعد جنود السحر وبيهجموا على بارك بكل قوه ويموت بارك، ولكن بيكون لسه عايش ويكون متعصب جدا ويقولوا انتوا ازاي بتعملوا فيا كده؟ ده انا هقتلكوا هنا. ولكن جينو يطعنه وبيقول له انتهى القتال خلاص، وبيقول له القتال لسه ما خلص. ولكن يجي ايرون ويقتل بارك، ولكن بيكون ايرون فقد السيطره ويفضل يضرب في بارك. يقول له جينو يقف ويتمالك نفسه، وبيقول لهم جينو حان وقت العوده الى المنزل ويفرحوا كلهم. ولكن بيكون جينو عاوز يعمل حاجه قبل ما يمشي، وبيكون بيك لسه بره وبيكون مضى داخل البوابه اسبوع كامل، وده معناته 7 ساعات
ساعات في المغاره. الوقت في المغاره غير الوقت في العالم الخارجي. الساعه في العالم الخارجي تعتبر داخل المغاره بيوما كاملا. وبيكون بيك خايف جدا على فريقه، ولكن تفتح البوابه وبيكون فرحان جدا، ولكن بيخرج اتنين بس. بيقول لهم فين الباقي وفين الصياد كيم، ويخرج جينو وصاحبته، وبيكون المدير فرحان جدا. ويمشي جينو ولكن يوقفوا بيك ويقول له انا عاوز اعرف ايه اللي حصل جوه المغاره. ويقول له جينو انا مرهق جدا، ويقول له يبقى اسال اعضاء نقابتك. وتعصب بيك ويقول له مفيش حد بيهددني، المغاره دي دخل فيها 8 افراد من نقابتي ورجع منهم 2 بس، بما ان الرئيس لديه الحق على معرفه ما حصل داخل المغاره. وبيقول له انت معاك حق، ولكن انا انقذت بيت الفريق، مش مسؤوليتك تشكرني الاول. ويهدى بيك ويعتذر له، وبيقول للمدير يضم جينو للنقابه باي ثمن، يوصل جينو صاحبته لبيتها وتشكره على اللي عمله في المغاره. ويمشي وبيكون كسب خنجر بارك، وبيكون متضايق بسبب انه كان بيحاول يستخرج ظل بارك ولكن فشل في ذلك بسبب ان بارك كان اقوى منه بكثير. ويرجع جينو البيت وتذكر على اللي عمله في الصياد كيم، وبيقول دي المره الثالثه. وتاني يوم بيجي جينو وبيكون جاهز، وبيقول له جينو احنا هناخد حد معانا، وبتكون صاحبته وبتكون حبه جينو. وبيكون جينو مصدوم جدا ويكمل الطريق. شوف جينو في احد المغارات مع جينو، وكان جيش الظلال بيقاتل الوحوش. ويكون جينو مصدوم ويقول له ايه الوحوش اللي خرجت ديت، ويفتكر جينو ان هو اول مره يشوفها وما قالوش قبل كده برضه. ويقول له دي احد مهاراتي. وبيكونوا خلصوا القتال، وبيقول لهم جينو يكملوا شغلهم ويبداوا يجمعوا بلورات المانا. ويزعل جينو ويقول لجينو على الاقل سيبني اجمع الجواهر، انا حاسس اني ماليش لازمه. وبيجي فارس ويديله الجواهر. وبيكون في احد المغارات في سفينه مدمره، بنشوف واحد مرعوب جدا وبيقول له واحد ما تقلقش ده انا بس فقدتهم الوعي، ولكن بيكون مش فاهمه. ونعرف ان هو لا يتحدث الانجليزيه. بيقول له انا برضو انسان وانا عاوز ارجع لدياري. وبنشوف سون وجينو بيحتفلوا، وبيقول له سون احنا اكملنا دلوقتي 19 مهمه. وبيشكره جينو وبيقول له سون انت هتعمل ايه بعد كده. وبيقول له انا هحضر الاختبار النظري في الجمعيه، وبعد كده هاخد رخصه رئيس النقابه، انا هستغلها للتفاوض مع ابويا. وبيقول له جينو طب انت برضو هتعمل ايه. وبيقول له سون انت ممكن ما تعرفش تتواصل معايا الفتره، انا اروح لمكان معين. ويبص له جينو ويقول له لو انت متضايق مني يبقى قول لي بصراحه، انا مش هسبب ليك المتاعب تاني. وبيقول له سون هو انت سكرتي بالسرعه ديت. وبيقول له جينو انا عندي اخ اكبر مني ب10 سنين بس هو بيكرهني، ولم نقضي وقتا كاخوين قبل كده، بس انت انقذت حياتي ووافقت على طلبي، وكمان انا كنت بتمنى تبقى اخويا الحقيقي. وبيقول له سون بدا من اليوم هتبقى اخويا الصغير. وبنشوف نفس الراجل اللي كان في المغاره مقبل بالسلاسل، وعلى حسب المعلومات اللي قالها هو مش صياد اجنبي، وهو حبس 10 سنوات بداخل المغاره وعكس عن الخروج منها. وعندما استيقظ وجد نفسه في بوابه متصله بالولايات المتحده الامريكيه، وكانوا عايزين يتكلموا لكن هما مش فاهمين لغته. هما بيكونوا طلبوا مترجم، وهو الصياد من الرتبه اس، وهو بينتمي لنفس بلاده، وهو متجه لواشنطن دلوقتي. والصدمه بيكون هو وانج دون غوسو. وبنشوف جينو بيجهز نفسه وبيقول لاخته ان هو هيغيب لمده اسبوع، وتقول لاخته انت باين عليك هتخرج مع واحده. ويقول لها جينو انا هخرج مع صاحبي، ويمشي وبيروح لقلعه الشيطان. ويفتكر ما حصل عندما دخلها لاول مره، وعندما قاتل كريبيوس، وهو كان باللون الاحمر ساعتها، ولكن كان مستواه عندئذ 20، ولكن هو دلوقتي بقى 3 اضعاف المستوى. ويفترض ان القتال يصبح اسهل من السابق، ويفتح الباب ويدخل للقلعه، ولكن لم يقابل اي شيطان حتى الان، ومع انها متعجب الشياطين. ودي مهمه ويقول له انت لازم تجمع ارواح الشياطين، اي معناته يقتل الشياطين. والمصيبه بتكون 10,000 روح شيطانيه، يبقى معناته هي القلعه تعجب الشياطين فعلا. بس انا جيت المره دي الهدف مختلف، وهو جمع اغراض اكسير الحياه، سواء كانوا 10,000 او حتى 100,000 روح شيطانيه انا هقتلهم كلهم. وبنشوف جينو راح لابوه وكان معاه استماره انجازاته، وبيقول له والده انت عاوز تبقى رئيس النقابه مع رغم انت عارف خطه اخوه. وبيقول له جينو اخويا جاب واحد غريب من الخارج علشان يبقى رئيس النقابه، وهي فيها مخاطره كبيره في شركتنا. وبيقول له ابوه الواد اللي معاك اسمه سونج جين وو مش كده برضه، في المغاره المزدوجه، وحادثه قتل فريق هوانج دون غوسو، والحادثه التي قتل فيها عضو قسم المراقبه السجناء، واجه جميع الاحداث الثلاثه وخرج منها حي سالما. وايضا كما شارك في جميع المغارات التي نظمتها انت. وقبل بدايه ايام استضافت نقابه النمر الابيض بوابه حمراء، وكمان سون كان في هذه البوابه وقدر يقود الناجين الى بار الامان. انت حصلت على رخصه رئيس النقابه بفضل مساعده سونج جين وو، وما زلت تريد مني تسليمك للنقابه. وبيقول له جينو حتى مع هذا انا عاوزك تسلمني نقابه يوجين. وبيقول له ابوه انا موافق، انا هديك النقابه ولكن بشرط واحد. وايه هو الشرط دوت؟ بيقول له ابوه بعد البوابه الحمراء سمعت نقابه النمر الابيض تريد ضم سونج للنقابه بتاعتهم في الخفاء، وانا عاوز تضمه للنقابه بتاعتنا باقصى سرعه وباي ثمن. بيقول له جينو انا هقدر اعملها. وبيكون جينو قضى على جميع الشياطين ولكن لم يستطيع استخراج ظلها، وتقول له مانا ملوثه. جينو بقى اقوى من الاول، وتيجي رساله ويفتحها وبتكون ورقه وهي تصريح لدخول الطوابق العليا، ويظهر برج من النور وهو ده المكان الطابق الثاني. بتكون المغاره واسعه جدا وكأن المدينه كامله حشرت بداخلها. بيقول جينو انا كده هتعب لو فضلت امشي على رجلي. ويخرج جينو ظله وهو بيكون زعيم الدببه، ويركب جينو عليه ولكن بيواجه الشياطين في طريقه، ولكن يجري الدب بسرعه كبيره ويخترق صفوف الشياطين ويسميه جينو تان. وبنشوف السياده هاي ان وهي بتكون عرفت بخبر النمل المجنح، ويقول لها القائد احنا مش عاوزين نقول لحد
علشان المواطنين ما يفزعوش، واحنا كمان لازم نطور قوتنا في الوقت الحالي لنصبح اكبر نقابه في البلاد ونتولى مسؤوليات التي تليق بحجمنا. وبيكون جينو قدر يخلص على الشياطين وبيكون بقى اقوى من الاول، وكان فاكر ان الوحوش سوف تصبح من الرتبه اس ولكن هم تقريبا من الرتبه بي، وقدر يوصل للطابق السابع ويقدر يخلص على الشياطين برضه ويقدر يخلص على الباقي في جميع الطوابق. وكان كل طابق مش شبه نفس اللي قبليه، دي الديتيلز بتتغير مع كل طابق وكل طابق ليه مميزاته. وبيكون جينو وعد جينا ان هو هيجي قبل اسبوع ليه معركه ضد الوقت ويوصل للطابق ال50 ويقابل زعيم الشياطين لهذا الطابق وبيكون باللون الاحمر واسمه فولكان الجشع، ويطلع جينو جيش الظلال ويكون مدير نقابه النمر وصل وكان بيدور على جينو ولكن هو مش موجود واخته هي الوحيده اللي موجوده، وحتى ما سحبش فلوس من البنك واخد تسجيلات نشاطاته هي عند وسط المدينه. يا ترى هو فين دلوقتي؟ هو اصلا مش موجود في العالم دوت، ده بيقاتل الشياطين دلوقتي. ويقوم جينو جيش الظلال بالهجوم ويقول لهم سيبوا لي الزعيم وانتوا اجلدوا الباقي. بيكون الجيش ذات قوه ايضا وده بفضل زياده معدل الذكاء مما يتيح لجينو الحريه بشكل اكبر في المعركه. لكن الوحش المقلبس دوت ناوي يتحرك امتى؟ انا هبدا بالهجوم الاول، لكن مجرد جينو يغمض عينيه بيختفي فولكان من مكانه ويلاقيه فوق الجيش ويبعدهم عن بكره ابيهم بضربه واحده. بيظهر جينو ويكون متعصب جدا وبيقول له انت عملت ايه دلوقتي ويديله بوكس بيطيره. بيكون جينو مصدوم من قوته ولكن بيكون فولكان لسه عايش ويطلق صيحه بتكون نفس صيحه كريبوس، وهو كده بيزود قوته القتاليه اكتر وبيهجم بسرعه على جينو ويستدعي جينو ايرون ويرمي له الدرع ويصد ضربه فولكان، ولكن بيضربوا ضربات متتاليه. هو ازاي بالرشاقه ديت؟ لابد من وجود ثغره في مكان ما ودي هي الفرصه، ويرمي جينو عليه الدرع وينط ناحيته وكان خلاص هيقتله، ولكن فولكان اسرع من كده. ولكن جينو يستخدم مهاره يد الحاكم ويبعد الهجوم عنه. وحش ده تنبأ بتحركاتي دلوقتي، ازاي عمل كده؟ انا مش هقدر اسيب الوحش دوت، ده المكان الوحيد اللي انا اقدر اسيبه هو راسه الصغيره. وبيهجم عليه فولكان ولكن جينو بيهرب بسرعه، لكن فولكان يجري وراه ويفكر جينو ازاي يصيبه وفكر يطلع المبنى ويستخدم مهارات الاندفاع ويطلع المبنى بسرعه، ولكن فولكان لسه وراه ولكن ما يقدرش يقف ويتخبط في المبنى. ودي فرصه جينو للقضاء على فولكان وبيهجم عليه باقصى سرعه ويقدر يقطع رقبته ويخلص القتال اخيرا. وبيكون كسب اول غرض من وصفه اكسير الحياه وهي شجره العالم. وبيكون هومانج وصل وبيتكلم الراجل دوت ويقول له انا عمري ما شفت وحش ناطق، وبيقول له انا مش وحش ولا حاجه، انا انسان زيكم ممكن اعمل تحليل دي ان ايه في اي وقت او اي حاجه زي ديت. وبيقول له هومانج اسكت انا اللي بسال هنا. بيقول له الراجل ما مدى معرفه البشر بالبوابات والوحوش؟ انت بتقصد ايه؟ المغارات والبوابات والوحوش انها مجرد البدايه، اعظم قوه كارثيه استيقظت اخيرا انها الكارثه العظمى، انا مش هقول حاجه تانية، هاتفي هو منع هذه الكارثه. بيقول له هوانج بطل هزار بقى، انت عارف كم صيادا في هذا العالم؟ لو انت جمعتهم يبقى اكتر من 1000 صياد. ويقول له لا فائده من الاعداد امام تلك القوه، سيتم التهامهم واستغلالهم فقط، انت بان عليك قوي بعض الشيء. ويتعصب هوانج ويقول له انت بتوصل بمين الضعيف؟ ويقول له وحش وضيع عنده اسم كالبشر. الله، ما الراجل قال لك هو مش وحش، انت عاوز ايه تاني منه؟ وكمان انت عندك زوجه وطفلين. ويقول له هو انت فاكر اسم ابنك؟ وبيقول له اسمه جينو. اوبا، ده طلع ابو جينو بعد السنوات دي كلها قدر يخرج من المغاره المحبوس فيها بقاله 10 سنين، ولكن هو بيشعر بان القتل جايه من هوانج وبيقول له انت عاوز ايه؟ وبيقول له انا مش هجاوب على اي سؤال ولكن هقول لك على معلومه واحده، ابنك مات بالفعل، لو عندك كلمات اخيره فاذهب الى الجحيم وقول له بنفسك. وتعصب اب جينو جدا، دي بانها تحصل معركه هنا وبيكون جينو قضى على الشياطين ويوصل للزعيم وبيكون واقف جنبيه. ايه يا باشا، انت اتفاجئت من قوتنا ولا ايه؟ انت ما توقعتش دوت مش صح برضه؟ وكمان وحش خارج زيك كده، خايف ليه اصلا؟ عامه ما يهمنيش. ويهجم عليه جينو ويقطع راسه وتيجي رساله وتقول له ارتفع مستواك. وبيكون في مدينه اتحرقت وده نفس المكان اللي كان فيه اب جينو وهوانج، وبيكون حصل قتال ما بينهم، والمعارك ديت بتكون مختلفه عن باقي الرتب، وهي لو حصل معركه ما بين رتبه اس دي ممكن تدمر التضاريس اللي حواليها، ولكن الضرر ده بسيط جدا في لحظه واحده بس. هزم الصياد هوانج شر هزيمه، طلع اب جينو قوي جدا والقتال خلص قبل ما يزداد سوءا. وبيكون جينو استهلك مؤنه بالكامل ويقرر يقف عند هذا الحد وهو في الطابق 75 وتبقى 25 طابق، ويكون كسب اغراض من الزعماء اللي هزمهم وبيكون لها تاثير جامد جدا. بيكون كسب كوره وهي كوره الجشع وهو ما يقدرش يستخدمها بس يمكن نقلها الى شخص اخر ويفكر يديها لجنود السحر، ولذلك هتضاعف قوته للضعف ويختار الصندوق الملعون ويفتحه وبيكون مفتاح، لكن هو مش معرف دلوقتي ولكن ده مش هدفي. انا حصلت على شجره العالم وفي الطابق 75 حصلت على مياه غابه الصدي، وكده بيكون فاضل وصفه واحده. شوفسون خرج من مغاره قلعه الشيطان وقدر يجمع مكونين من اكسير الحياه وتبقى فقط واحد وهو دم ملك الشياطين النقي، وبيقول مستواه اترفع جامد جدا بفضل رحلتي اللي قلعه الشيطان. لازم اكون مستعد لاصفر بملك الشياطين، ولكن مستواي الرسمي ما زال من رتبه اي. انا عاوز ارفع مستواي اكتر، حان الوقت لايقاف هذه المهزله. انا مش هعرف اخفي قوتي اكتر من كده، انا هاخد اعاده تقييم رتبتي. وبنشوف مركز اعاده تقييم وبيكون هناك الكثير من الصيادين وكمان المديرين للتعاقد معهم، وبيكون واحد مصدوم بيتصل الرئيس بيك وبيقول له ده موجود هنا، الصياد جينو موجود علشان يعيد التقييم. بيقول له انا هاجي بسرعه. بيروح سون يقعد شويه وبيكون واحد متوتر
متوتر جدا وبيقول له واحد اهدى التقييم بسيط. بيقول له انا عاوز رتبتي تبقى عاليه علشان اقدر اكسب ياقوت يومي وهرجع عيلتي تاني بعد ما هاجروني. وبيقول له ما تقلقش طالما انت اعلى من رتبه ايه هتلاقي شغل في النقابات وهتقدر تكسب فلوس. ويضحك سون ويتذكر ايامه لما كان لسه من رتبه ايه ويجي الدور عليه ويدخل وتقول له حط ايدك على البلوره السوداء وهنشوف قوتك قد ايه. ويحط ايده وتقيس قوته لكن بيحصل خطا وبتحاول مره تانية ولكن نفس الخطا برضه وتستغرب. ويجي المدير ويقول لها ايه المشكله وتقول له في مشكله في الاله ويحاول يشوف الاله وينصدم ويقول لها هي مش بايظه ولا حاجه دي مش قادره تقيس كميه المنع التي مع جينو وده معناته ده السيد العايش في البلاد يحصل على رتبه اس. وبنشوف الرئيس وو بيتكلم مع تشوي رئيس نقابه الهانترز وبيقول له مفيش جديد عن النمل المجنح. وبيقول له وو لا مفيش اخبار ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر نكتشف الحاجات ديت. وبيقول له انا سمعت عن حادثه البوابه الحمراء وكانت سمحت نقابه النمر بدخول دخيل وقدر يقتل الزعيم. انا عاوز اعرف مين الدخيل دوت هو مش انت كنت في الموقع برضه؟ وبيقول له وو انا كنت في الموقع ولكن ما كنتش في النهايه لذلك انا مش عارف التفاصيل. بيسمع صوت صاخب جاي من قاعه التقييم ويروح علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل وبيكون من في قاعه مصدومين وده بسبب سون لانه بقى الصياد رقم 10 من رتبه اس. بيقول له مدير تعالى بعد 3 ايام علشان يعيد تقييمك. ويدخل رئيس وو والصياد شو جونج هو الذي يعتلي قمه الصحراء النار الملقب بالصياد المطلق. وبيقول سون ده اللقب بتاعي اضعف منه وده شويه يقيس قوته ويجي سون ناحيته ويعرف نفسه لسون ويقول له هو انت قررت تنضم لنقابه معينه؟ ويقول له انا عاوز اتكلم معاك شويه ولكن يقول له سون انا مش فاضي دلوقتي ويمشي. وسلم شو يقول هو انا قدمت نفسي صح انا حاسس ان انا كنت بايخ. وبيقول هو انا عارف انه صياد من رتبه اس انا كان عندي حق. ويجي الصياد بيكو بيكون تعبان جدا وده علشان نقابته بعيده جدا على مركز التقييم. وبيشوف تشوي بيكون متضايق وكان عاوز هو يكون اخر شخص يعرف بسون. انا عرفت هو مين الدخيل دلوقتي للدرجه دي هو قايم عندك كده يا بيك. وبيكون سون قاعد مع امه وبيقول له كانك هتصحي في اي لحظه ما تقلقيش انا هنقذك في اقرب وقت. ويخرج لكن بيقابل الرئيس وو وبيقول له انت جعلتني اعمى ومهمه فريقنا هي مراقبه الصيادين ومعاقبه الذين يخالفون القوانين. انا كنت واثق من قدرتي في الحكم على الناس. وبيقول له جينو هو انا هدف للمراقبه ولا ايه؟ وبيقول له انا مش مراقبك على انك مجرم اسم المراقبه هو الوحيد القادر على التحكم على الصيادين ولكن حتى نحن بلا حول ولا قوه امام الصيادين رتبه اس. في شخص ما عاوز يقابلك وبيكون واحد بيقرب منهم وبيكون رئيس جمعيه الصيادين جو وبيقول له احنا عاوزين نتكلم مع بعض شويه وبيهنوه على ترقيته لرتبه اس. وبيقول له لا فائده من عدد التقييم في اللحظه التي فشل فيها الجهاز اصبحت من رتبه اس رسميا. وبيقول له سون طب انت عملت كده ليه؟ وبيقول له انت بتصل عملنا ليه موعد لاعاده التقييم علشان نمنح انفسنا وقتا اضافيا حتى نتسنى لنا مقابله موهبه مثلك قبل الجميع. مع الاسف ما فيش صيادين متميزين في الجمعيه برغم حجمها الكبير. العديد من الصيادين انضموا للنقابات الكبرى ليضمنوا مكانه ودخل مادي اكبر وهو احد افضل الصيادين في الجمعيه ولكن هو من رتبه ايه. هندخل في صلب الموضوع انضم لينا يا جينو انا اقدر ادبر لك اهم منصب في الجمعيه. وبيقول له سون انت بتعمل كده ليه؟ وبيقول له ليست الحكومه التي تدعم البلاد الان بل الصيادين الذين يقومون بحمايه المواطنين من الوحوش وما يوجد فيها مركز هو النقابات الخمسه الكبرى. هو ده العمالقه الخمسه يحافظون على التوازن بصعوبه ولكن انت لو انضممت لاحد من هذه النقابات سوف يتخلخل هذا التوازن. يجب ان تكون جمعيه الصيادين القوه السادسه التي تتحكم بهم من اجل هذه البلاد. وبيقول له علشان كده انت عاوزني انضم للجمعيه. وبيقول له علشان انت متمتع بالقوه اللازمه وكمان انا عاوز وريث من بعدي. وبيفكر سون يقبل العرض دوت ولا لا وبيقول ده عرض كويس جدا وهقدر اوفر فلوس كتيره وهي طريقه مختصره للوصول الى النجاح. طالما اتبعت الرئيس جو هوصل للنجاح بالتاكيد ولكن ده هيوقفني على التقدم في المستويات ومش هقدر اجمع اخر مكون من اكسير الحياه. وكمان الحكومه والاعلام ممكن تكون خاضعه للرئيس جو. انا بشعر بقوته دي قويه جدا ده اول مصطفق من رتبه اس يتمتع بقوه ساحقه وبنيه جسديه رهيبه مع انه شخص تجاوز ال80 عاما وهو بالقوه ديت ده هو اعلى مني رغم اني برفع مستوايا اكتر. حياتي هتتغير لو قبلت العرض دوت. وبيقول له انت موافق ولا لا؟ وبيقول له سون انا اسف انا هرفض عرضك. ويتصدم جو ولكن هو هيرجع علشان الفلوس. كل الناس كده بيختار الفلوس في النهايه. وبيقول له سون انا عاوز اخد المعارك. وبيقول له انت يعني عاوز تقتل الوحوش؟ وبيقول له سون ايوه المغرب بتناسبني اكتر. ويتصدم جو وبيقول ده ازاي يقول كده ده عينه بتوحي ان هو مش بيكذب. مدة سنوات منذ شعرت بهذا الشعور انا لو كنت اصغر ب20 او حتى 10 سنوات لو كنت حاربت بجانب هذا الفتى. وبيقول له انا فهمت انا مش هجبرك. ويمشي سون وبيقول الجمعيه بتوفر بوابات من رتبه دي او اقل من كده انا لازم ارفع مستواي اكتر عشان انقذ والدتي انا اقدر ازيد قوه. وبيكون في واشنطن في المستشفى بنشوف وانج كل عظمه في جسمه مكسوره حرفيا وبيجي نائب الرئيس وبيقول له انت عاوز ايه من خاسر زيي؟ وبيقول له الراجل دوت هو وحش فعلا. بيقول له انت بتعتقد ان دي قوه انسانيه؟ ده وحش بلا ادنى شك. وبيقول له هو فين دلوقتي؟ بيقول له الاداره بتتعقبه دلوقتي. وبيفتكر كلامه وقال له اياك ان تقترب من عيلتي انا بقول دوت لمصلحتك انت مش هتفلت مني حتى بعد ما ماتك. بيقول ده ازاي بيهددني؟ ده انا عارف هو هيبقى فين دلوقتي انا لازم اتجهز بالمعدات ولكن لما اتعافى احتاج لاثر صناعي لكي اسحقه. والاثار الاصطناعيه تعني الاثار المقدسه من صنع البشر ولكن في العالم الصيادين تعني معدات عاليه المستوى حتى امهر الحرفيين لا يمكنهم صناعتها. ولكن مع زيادة الصيادين بدات اسعارها في الازدياد. وبيكون
وبيكون سون متضايق جدا بسبب اسعارها، وهو محتاج معدات علشان يكمل قلعة الشيطان. ده حتى في المتجر مفيش معدات كويسة، وممكن ابيع كرة الجشع. المعدات بتزود قوة المرء ب 30 او 20%، ولكن كرة الجشع بتزود المرء الضعف. ولكن المشكلة هي ان الصياد من رتبة ايه زيي معاه حاجة زي ديت. لو كان في سجل دخولي لبوابة من رتبة ايه لكن ممكن يبقى عذرا مناسبا. وكمان ما ينفعش اشترك في مغارات عالية المستوى وانا في ادنى رتبة، ولكن بيلاقي طلب وظيفة كعمال منجم في مغارة من رتبة ايه، وبيكون الرئيس جو بيشوف ملف سون وبيعرف كان بيكافح قد ايه علشان عيلته. بيكون متفاجئ جدا منه بالرغم من رتبته الضعيفة اللي كان بيكافح من اجل عيلته وعلشان اخته الصغيرة وعلشان والدته. وبيعرف انه اتعين في فريق نقابة ومتسلم اكتر لما يعرف انه يشتغل كعامل منجم. سون وراه حاجة غريبة احنا مش فاهمينها، الواد ده وراه ايه بالظبط. ويوصل لمكان المغارة وبيقول سون ان هو صياد من النوع الجسدي، وبيقول دي مرته الاولى. المغارات الكبيرة بيكون العمل الجماعي مهم جدا، فريق الهجوم لقتل الوحوش، وفريق التعدين لجمع بلورات المانا بعد قتل الوحوش، وفريق استرجاع جثث الوحوش. مشرجة العديد من الناس يعني فوائد ضخمة. بيكون داخل المغارة رئيس تشوي وفريقه وبيقابلوا مجموعة من الوحوش العملاقة، وبيقول لهم تشوي سيبوهم ليا مع اني مش بحب الاضواء الساطعة، وجهز سحر النار ويضرب عليهم نار قوية جدا ويخلص عليهم بضربة واحدة. ده فعلا قوي. بيكون الوحوش اتحرقت ويتقدموا ويخرجوا من المغارة دون خدش واحد، وتخرج نائبة الرئيس تشوي وبتكون تشي هاي وهي 9 شخص من رتبة اس. ويكون سون بيشعر بهالة قوية جدا جاية منها، مفيش حد بيتمتع بالقوة ديت. وبتشعر بسون ولكن بيكون اختفى وتظن انها بتتخيل. وجه الدور على فريق التعدين ويدخلوا جوه ويبداوا في العمل، وبيكون سون واقف وبيشعر بقوة الزعيم اتيه من هذا المكان. ده باين عليه اقوى من كريبوس وفولكان. انا عاوز اروح هناك، انا عاوز اختبر قوة زعيم من رتبة ايه. وبيسمع الناس بدأت تتكلم عليه، هذه هي المعاملة التي يحصل عليها شخص من رتبة ايه اينما ذهب. ويخبطوا واحد وبيقول له انت واقف ليه هنا، روح اشتغل في حتة تانية. لكن بيصل سون كانه هيقتله ويخاف منه. بيكونوا الناس مصدومين من قوة سون، هم مش متأكدين من رتبته، ده استحالة يكون من رتبة ايه، دي موهبة نادرة جدا. ويجي وقت الاستراحة ويقول له القائد يلا علشان الاستراحة، ويقول له سون هيبقى هنا علشان يخلص المنطقة ديت. ولكن مجرد يمشوا كلهم يجري سون بسرعة ناحية غرفة الزعيم ويقف امام بوابة ضخمة ويفكر يروح يقتله ولا لا. وبيقول انا عاوز اشوف قوة وحش من رتبة ايه، ولكن انا لو قتلته دلوقتي المغارة هتتقفل وهتفقد النقابة فلوس كتيرة، ولكن انا عاوز ارفع مستوايا اكتر. وكان خلاص هيكسر البوابة، ولكن تتدخل السيدة تشي هاي وتقول له انت بتعمل ايه هنا. بنشوف جين واقف في مكانه بعد ما وقفته السيدة تشي هاي وتقول له ايه اللي جابك هنا، دي غرفة الزعيم. ويقول لها جينو انه تاه عن فرقته وتقول له يبعد عن البوابة ولا هيصحى الزعيم وهيقتل الفريق كله. وتنصدم لانها كانت شايفة السلاح مع جينو، وتأسف جينو ويمشي. ولكن بتكون شي هاي شمت ريحة غريبة جاية من جينو وتوقفه، وبتكون ريحة طيبة وبتكون مش زي بقية الصيادين، وهي بتقدر تميز الصيادين من الريحة وتقول له انت فعلا صياد، وتلاقيه من الرتبة ايه وتقول له يكمل طريقه. وبيكون جينو بيفكر هي عملت ليه كده، نفس الموضوع اللي حصل مع باروكا، ممكن عشان انا بيت لاعب الوحيد المستفاد هو النظام، يعني ايه لاعب اصلا. وبياخد فلوسه وبيشكره المدير وبيقول له لولاك كناش خلصنا بدري، ولكن انت موهبة عظيمة. بيطلب منه يشتغل معاه وهيديله اجر عالي. وبيقول له جينو انه كان يشتغل عشان وقت الفراغ بس. وبيقول له مدير النقابة هتعمل بكره مهمتين، مغارة من رتبة ايه وتانية من رتبة سي. وبيقول له مدير فريق الهجوم التاني هو اللي هيقوم بالمهمتين، ويوافق جينو. وبنشوف تشي هاي وبتكون عاوزة تعرف معلومات عن جينو، لكن بتكون كلها حصرت من قبل الجمعية. وكمان عرفت ان استاذ شوي كان عاوز يضمه للنقابة، وتبدأ تفكر في ايه اللي حصل في الوقت دوت. وبيكون جينو وصل مكان المغارة وبيقابل الفريق ويتذكر منه الماضي الجميل ويشتغلوا، وبيكونوا احرزوا تقدم كبير بسبب جينو. وبيقول له المدير متأكد انك مش عاوز تشتغل معانا، انا هدفع لك 5 اضعاف الاجر. ويجي قائد الفريق الهجوم وبيكون اسمه سون كين، وبيقول للمدير ان هو عاوز حد يشيل الامتعة بتاعتهم ويدخل معاهم المغارة لان الحمال الخاص بيهم ما جاش. ويطلب اي حد يجي ويديله ضعف الاجر، ولكن كلهم مش بيوافقوا. وبيقول له المدير مهما عرضت فلوس قد ايه عليهم هم مش هيخاطروا علشان يدخلوا مغارة زي ديت. ويوافق جينو ويسلم المدير ويقول له انت اتجننت، دي مغارة من رتبة ايه وانت من رتبة ايه. ويقول له ده مجرد يومه الاول. ويقول له كين رتبته قد ايه ويعرف انه من رتبة ايه، ويوافق ياخده معاه. ويجي وقت دخول المغارة وبتكون البوابة اكبر من اللي فاتت وكده بتكون اكتر خطورة، ولكن بيقول له كين ما تقلقش احنا فرقة قوية برضه. وتكون الفرقة متكونة من 6 افراد من رتبة ايه و3 من رتبة بي، من الرغم ما فيش واحد من رتبة اس، الا انه فريق قوي برضه. ويدخلوا المغارة وبيكونوا ماشيين ومفيش حاجة حصلت. وتكون المهمة دي لو نجح فيها كين هيتعين رئيس قائد الهجوم الثاني رسميا، ولكن بيشعروا بحاجة ويستعدوا تهجم عليهم مجموعة من ذئاب المغارة. ولكن ايه اللي جابها هنا؟ ذئاب المغارات من رتبة سي، المفروض ما تبقاش في بوابة زي ديت. ويقدر الفريق يخلص عليهم واحد تلو الاخر. ويشوف جين واحد لابس طوق ومعناته حد كان بيربيها على انها كلاب صيد، بيكون في حد جاي عليهم. وبيكون كين مصدوم وهم بيكونوا الاورك الاعلى. ده ايه اللي جاب الوحوش دي هنا؟ الوحوش دي قوية جدا وبيكونوا كتار جدا برضه، وبيرمي عليه رمح ويصدوا كين بصعوبة. دول طلعوا اقوياء وبيهجموا عليهم، ويفعل المدافع مهارة الاستفزاز ولكن مش بيتأثروا. دول بيهجموا على الخط الخلفي ولكن بيضربوا واحد ولكن مش بيتأثر، وتحاول واحدة تقيده ولكن ده قوي جدا مش هتصمت كتير. بيطلع واحد ورقته الرابحة
صريحه بيخرج 2 من جيشه ويهجموا عليه، والمهاره دي بتستهلك الكثير من المانا، وكانت واحده بتفضل تضرب في واحد ولكن يجي التاني ويضربها ويقول لهم كان يتفرقوا على هيئه مجموعات من 3 اشخاص والا هنموت كلنا. الوحوش دي بتضايق شخص من رتبه ايه، واشخاص الرتبه بي مش هيقدروا يصمدوا قدامهم، وبيكون واحد دراعه اتقطع وكان هيموت ولكن تيجي واحده وتنقذه وتعالجه التانيه، ولكن يجي اورك وراها وكان خلاص هتموت، لكن بيكون جينو اختفى، والصدمه بتلاقي الاورك مرفوع وكانه بيتخنق. بيكون جينو متخفي وبيستخدم سلطه المهين ويقسم الاورك نصين، وتكون مصدومه من اللي حصل، ويجري جينو يسيب الاورك ويقدر الفريق يخلص عليهم، متفاجئين من ضعف الاورك فجاه، ويفضل جينو يجرح في الاورك ويلاحظوا واحد ولكن يقتله، لكن الفريق كان بيخلص على اورك واحد تلو الاخر لما يخلصوا عليهم كلهم، فبيكونوا مش عارفين ايه اللي حصل في المعركه، لكن يظل ذلك انتصارا. وبتكون واحده عرفت ان جينو كان متخفي وقدر يساعدهم شويه، ولكن هي مش عارفه هو عمل ايه، وتقرر تخفي الموضوع، ويقول واحد لكنه واحنا المفروض نكمل، المكان ده بقى خطر جدا، احنا لازم نرجع والا هنموت، انا عارف انها اول مهمه ليك كقائد، ولكن الوضع بقى خطير جدا، ويقول لهم احنا لازم نتراجع دلوقتي. والصدمه بيلاقوا بوابه اتقفلت، ولكن هي مش بوابه حمراء، ولكن هي حاجه سحر رفيع المستوى، وحش هنا بيطلق سحر عالي المستوى وبيشعروا بطاقه سحريه قويه جدا اتاها من زعيم المغاره، ويحاولوا يفتحوا البوابه بسرعه، لكن ده بيكون فخ، بيقول لهم كان يساعدهم، ولكن بيكون وراهم مجموعه من الاورك اكتر من اللي فاتت، وبيكونوا مصدومين، بيقرب كين منهم ويحاول الاورك يكلمهم، ولكن دي لغه الوحوش، ولكن قدر زعيم المغاره يتكلم من خلاله، وبيكون اسمه كالغان، وبيقول لهم يا معشر البشر انا اريد مقابلتكم، وبيقول له كين هو انت اللي سديت المخرج، وبيقول له ايوه انا اعظم مشعوذ في قبيله الاورك، وبيقول له كين هو في حد اقوى منك في المغاره ديت، وبيقول له هو انت فاكر ايه يعني، ده انا اقوى واحد هنا، مفيش حد يقدر يتفوق عليا، عندك خيارين، تموت على يد جنودي هنا او تاتي لمقابلتي. بيقول له كين هنيجي نقابلك، وبينادي كين على جينو وبيقول له لما نشوف الزعيم يبقى يهرب اسرع ما يمكن الى البوابه، واحنا هنباشر بالهجوم عليهم ونصرف انتباههم علشان تقدر تهرب مما يتسبب في ابطال الحاجز، اخرج من البوابه واحضر الدعم باسرع وقت. بيقول لهم جينو هو انتوا ناويين تموتوا هنا؟ بيقول له كين مهمتنا ليست العوده من المغاره سليمين، بل اغلاق البوابه باي ثمن، تديله واحده الوصيه بتاعتها وتقول له يبقى اديها لعيلتي لما تخرج، يقول لها انت مش هتضطري تديها لي في الاخر. وبتكون السيده تشي هي بره وكانت بتدور على جينو وتعرف انه دخل المغاره، وبيكون جينو الباقي وصلوا غرفه الزعيم وكانت كبيره جدا وكانت تضم الكثير من الاورك، وبيقابلوا كالغان اهلا وسهلا بكم ايها البشر. بنشوف السيده تشي هاي خارج المغاره وتفكر تعمل ايه، وتكون شاكه في جينو لانه كان معاه سلاح في المغاره السابقه، وتقرر تدخل تساعدهم وتطلب منهم مدير سلاح، ولكن يديلها حاجه غريبه وتقول عاوز سلاح تاني زي رمح او سيف، ويقول لها مفيش اسلحه تانيه، وتقول له انا مش عاوزه حاجه انا هدخل من غير سلاح، ولكن يقول لها هو انت هتدخل المغاره من غير سلاح، هو انت متاكده؟ وترجع تاني وتاخدها، ويكون جينو والباقي متحصرين من الاورك، يا لها من اعداد، الوحوش دي لو خرجت الى الخارج هتدمر العديد من المدن بكل سهوله، لا سيما هؤلاء الاربعه حالتهم مرعبه جدا مقارنه بكبار الاورك الاخرون، مهمتنا هي اغلاق البوابه، احنا لازم نهزم الزعيم، ولكن ازاي؟ بيقول لهم كالغان انتوا خايفين مني، بيطلق هاله مرعبه جدا ويكون الفريق خايف جدا، ده ازاي عنده قوه السحريه ديت، ده احنا مقارنه به، احنا هنبقى صحراء من الرتبه الثالثه، احنا هنموت هنا. ويقول له كين هو انت جبتنا هنا ليه؟ ويقول لهم علشان التسليه، انا هقتلكم واحد ورا التاني واعذبكم وافترسكم وتتسلى بيكم جنودي. وبيشعر كالغان بشيء غريب بين البشر، ده يكون حماسي اكتر ويامرهم كين بالهجوم، لكن دول بيكونوا فقد عزيمتهم، ده الخوف سيطر عليهم، ويقرر كين يستمر بالهجوم، ولكن يفعل كالغان درع ويستخدم سحر الرفع ويرفع كين ويلزقه في الارض ويفضل يعمل فيه كده، وبيكون الفريق مش عارف يعمل ايه، وكان كين بيموت حرفيا، ولكن ينقذه جينو في الاخر ويقول له اسمح لي بسؤال واحد، وكان واحد من الاوركا هيقتله ولكن يقيده جينو ويلزقه في السقف ويقول له اسمح لي بقتل جميع الوحوش في هذه المغاره، حياه الفريق بقت معرضه للخطر، ويقول له ارجوك افعلها، بيقول له كان غني لك من قرد مقلد، انت برضه ما زلت ضعيف، بيقول له جينو انا اول مره اشعر بهاله قويه زي ديت، لكن الخصم لديه قدرات افضليه، ولكن مع الاسف انا هو الخصم، ويخرج جيشه ودي هتحصل مجزره هنا. وخارج المغاره بنشوف الرئيس وو وصل وبيقول هو جينو ازاي اشتغل مع العمال ويومين على التوالي، وبيسأل على جينو وبيعرف انه دخل المغاره، وبيقول واحد انا كنت متاكد انه عمل مصيبه، ده بص عليا وشعرت كاني هموت ساعتها، وبيعرف انه اشتغل حمال لدى الفريق وبيستغرب امره، وبيشعر بهاله مرعبه جدا اتيها من داخل المغاره، وبتكون شيهاي شعرت بيها برضه، انا لازم اساعد الفريق بسرعه، دول في خطر كبير، وكان جلجل بيستخف بجينو وانت هتقدر تهزمني بحته جنود ضعاف زي دول امام هذا العدد من الجيش، وبيقول له اياك الاستخفاف بيهم والا هتندم، ويفعل مهاره نطاق الملك وهي مهاره اكتسبها في طابق ال70 من قلعه الشيطان، وبيكون الفريق مصدوم بقوه جينو دي هالته قويه جدا، ويامرهم جلجل بالهجوم، ويفعل ايرون مهاره الاستفزاز ولكن لم تؤثر عليهم، ولكن يقدر ايرون يخلص عليهم بضربه واحده، ويقدر يغريس يفعل الشيء نفسه، وكان جينو نازل تقطيع في الاورك بشكل جنوني، ده ازاي واحد قوي زي دوت يخفي القوه ديت، ده الجنود بقوا في مستوى اخر، الجنود بقوا مستوى الرتبه بي، ويموتوا 3
و4 مرات علشان يقدروا يقتلوا واحد من القرب، ويتفاجئ جينو وبيكون جلجان قضى على جيش جينو بواسطة هذا التنين. جيشك مجرد مجموعة من الدمى ولكن يرجعوا تاني. ويفعل جلجان درع ويرميه على جينو، ويستخدم العديد من السحر والقوة لمنع جينو من الاقتراب. ويقول له انا هدمر جنودك مرارا وتكرارا حتى نفس مهنتك، انها مسألة وقت بلا اكثر. ويستخدم سحر واسع النطاق ويهرب الفريق. يا ترى هتصمد قد ايه؟ وبيكون الرئيس هو قاسم بخارة، وبتكون من رتبة ايه ومتقاربة من رتبة اس. ويتصلوا على رئيس نقابة الصيادين ويدخلوا لمساعدة الفريق في المغارة. وبيكون جنود جينو بيموتوا، وبدأت المهنة الخاصة به تنفذ انها مسألة وقت كما قل. ويقول له جينو انت بتتكلم على ايه؟ ويشرب زجاجة من المانا. انا هوريك قوة مستحيل الارواح الحقيقية قيام. ويحول جنود الاورك الى جيش ظلال ويسلم كلجان. ومن تبقى منكم هيبقى من جيش ظلالي قريبا، وبالطبع انت اولهم. يا لها من فخامة يا جينو، انت تغيرت عن اخر مرة. يكون كلجان مش مصدق نفسه. مستحيل، ده ممكن يكون هو، ويتخلخل للنظام. طالما هو هنا انا بعمل ايه هنا؟ انا اول ما فتحت عيني لقيت نفسي هنا، وانا لا اسمع سوى صوت واحد مرارا وتكرارا، وهو اقتلوا البشر. لا يهم السبب، ولكن انا هنفذ الاوامر ببساطة. واطلق اقوى اورك لدي، اقتلوا من يعترض طريقكم واحضروا لي جثث البشر. ويكون السيد تشوي عارف موضوع المغارة وقرر يجي بسرعة، وهي بيت مغارة من رتبة اس زي جزيرة جيجو. احنا لو فشلنا في المهمة ديت هتحصل كارثة كبيرة. احنا لسه قدامنا وقت لحسن الحظ. وبنشوف ايرون قدر يهزم احد القادة ويغريز برضه دول بقوا في مستوى تاني، ويفكر الفريق يساعده جينو ويفعل كلجان سحر العذاب. مفيش حد من الجمهور يصعد على المسرح، وانت برضه انا هقتلك. ويفعل السحر على جينو لكن يتكسر، وبيكون لدى جينو مناعة ضد السموم واللعنات. ويستدعي جنود السحر ويفعل كلجان درع. انا هكسر درعك. ويستخدموا كرة الجشع ويكسروا درع كلجان. يجي السادة تشي هاي وتلاقي اللي بيحصل وتكون مصدومة وتطمن على الفريق. ويتعصب كلجان جدا ويستخدم العديد من اللعنات ويبقى اكبر بكتير ويدوس على جينو ولكن يهرب منه. على فكرة انا عندي ذكريات سيئة حول العمالقة. ويطلق تعويذة التنين ويدمر المكان، ويستخدم العديد من التعويذ ويدمر من يقف في طريقه. وانت ناوي برضه توقف كلجان العظيم، ونلاقي جينو بيهجم عليه ويدخل الخنجر في عينه. انت كده بقيت هدف سهل. الساحر ما يقدرش يحمي نفسه بدون حارس. انت مش قادر تصد ضربات من السياد مختال. ويطلق كلجان تعويذة قوية ويتفادى جينو جميع الضربات ويحدف عليه الخنجر ولكن مش بيتأثر. ويرمي عليه السلسلة ويقيده ويوقعه. تحكم تشي هاي من قوة جينو ويوصل رئيس وو. تقول السادة تشي هاي انت عارف عنه ايه؟ يقول لها انا عارف عنه القليل فقط. ويقول جينو حرام يفقد الساحر الحارس، تكون فرصته في الفوز معدومة. ويتعصب كلجان ويهجم عليهم ولكن دول كتار، ويكون خلاص نهايته. وتخلص المغارة اخيرا ويرتفع مستوى جينو، ويرجع كلجان كواحد من الظلال ويسميه كيبا ومعناها انياب. وتكون رتبته فارس نخبة، دي رتبة جديدة. وكمان كسبت جيش من القرب لا يعد انتصارا قويا. ويجي الرئيس وو الفريق، ويكون جينو مش عارف يعمل ايه، ولكن الرئيس وو يقف ويقول لهم معلومات السياد جينو في غاية السرية. انا عاوزكم ما تقولوش لحد على اللي حصل. السياد جينو اثر قوة تضاهي قوة الرتبة اس لاجل حمايتكم، وانا ارجو تخرجوا من المغارة متعاونين معانا. ويوقفوا كين ويقول له انت قوتك كبيرة جدا، انت اكيد عندك سبب في اخفاء هويتك، لكن احنا جولنا بفضل مرافقتك معنا، فاحنا بنشكرك على انقاذنا. رجع جينو وسيد الصيادة ويعرف يسيد شوية على اللي حصل ويعرف قدرات جينو ويكون مصدوم. ويقول له من تظن الاقوى بين انا وجينو؟ ويقول له المغارات تتطلب العديد من الصيادين لانهائها حتى يسدوا نقاط ضعف بعضهم. ويقول له هو انت تقدر تنهي مغارة اعلى من رتبة ايه وحدك دون مساعدة؟ يقول له استحالة، ده باين كده لقب السيد المطلق اصبح اضحوكة. وقرر يضم جينو للنقابة باي ثمن. وبنشوف سن مع جينو ويقول له ايه الاخبار الحديث مع والدك. وبنشوف الصحفيين واقفين امام قاعة التقييم، وده بسبب صيادة قد الصفاقة مؤخرا، وهو ممثل يدعى لي سونج، لكن هو مخبي عن الناس تقييمه عشان يكسب اكبر عدد من المعجبين ولفت الانظار. ويجي الصياد بيك وتشوي، وبيكون بيك عرف من موضوع المغارة ويقول له انا كنت عارف انك كنت هتطلب المساعدة مننا، ولكن جينو منع ذلك وقضى على زعيم المغارة. وبيقول له بيك احنا خسرنا واحد من الرتبة ايه وعلشان كده احنا لازم نساعده. وبيقول له تشوي هو انت عاوز تضم جينو عندك في النقابة؟ هو انت عاوز تبدأ حرب ولا ايه؟ دول بدأوا يتخانقوا على جينو. وبيجي رئيس نقابة حصيد الارواح، وبيكون جينو وصل، وبيكون لي سونج بدأ مؤتمر الصحفي وبيقول ان هو هيبقى صياد تحت قيادة رئيس نقابة حصيد الارواح. ومهما كانت رتبتي انا هخاطر من اجل البشرية. بيكون الناس مصدومين لانه هيعتزل الترفيه وهيبقى صياد. وبيكون لي سونج اصلا عارف رتبته وهي من الرتبة ايه، بيكون مخبي على الناس. هو هيبقى صياد لمدة سنتين، وبعد السنتين هيرجع للترفيه تاني مع انجازات صياد من الرتبة ايه، وعشان الناس تنسى فضايحه. وبيوصل جينو بيعطل المؤتمر ولكن يرفض يدخله. ويجي الرئيس جو ويقول له الصياد ده ضيفي انا، وياخده معاه. ويشوف لي سونج ايه اللي بيحصل، ولكن يوقفه الرئيس وو ويقول له ممنوع دخول اي حد هناك. هناك صياد يعيد تقييمه الان ويقول له هو انت عارف انا مين؟ ده انت ممكن تفقد عملك في اي لحظه. ويقول له انا ما اعرفش انت مين، ولكن انت لو هنا عشان تسير المتاعب فانت هتقع في مشكله كبيره. ويدخل الرئيس جو مع جينو وبيساله عن قوته ويخرج فارس. ويقول له الرئيس انا عرفت من وو ان دي مش قوتك الوحيده، ويطلع الجيش بالكامل ويصدم الرئيس
الرئيس. وبيكون تشوي وبيك مرعوبين من قوة جينو، دي قوية جدا. وبيصبح جينو صياد من رتبة اس رسميا، وبيخرج وبيقابل تشوي وبيك، وكانوا عاوزين يتكلموا معاه شوية ولكن يمشي ويقول لهم انا مستعجل، ويفتح الباب ويلاقي العديد من الصحفيين وتشوفوا اخته وتكون مصدومة، وكل من اصدقائه يشوفوه برضه. وبيكون جينو بيتكلم مع ابوه وبيقول له انا فشلت في ضم جينو للنقابة. وبيكون جينو قال له ان هو لازم يستمر في القتال علشان يزداد قوة، ولو انا انضممت للنقابة دلوقتي ده هيعيق تقدمي، وعلشان كده انا عاوزك ترافقني يا جينهو. وبيتضايق ابوه وبيقول له انت اناني في قرارك، وكمان انا اديت المشروع لاخوك ولكنك انت جيت علشان تاخدها، ولكنك خيبت املي في الاخر وانت مستعد تتخلى عن كل شيء، ده عدل بالنسبة لك. ويتذكر لحظاته السعيدة مع جينو وبيقول له انا اسف بعد كل دوت، انا هبقى مع سون. وبيقول له عليك تحمل قرارك. وبيكون جينو لسه بره وبيقول له بيك تعالى معايا انا هخرجك من هنا، وكمان انا عاوز اتكلم معاك شويه. ويقول له مش لازم تعمل كده، ويختفي بسرعه البرق. بيكون شيء مصدوم من سرعته، لكن بيشوف بيك مصدوم جدا، ده اسرع مني، انا ما قدرتش اجري سرعته، ده ازاي قوي على المره الاخيره. وبيروح جينو لمزاد الصياد علشان يشتري معدات مقاومه للحراره لقلعه الشيطان، وبيلاقي رداء جميل جدا ولكن سعره عالي. وبيقول له مفيش تخفيضات او اي حاجه زي ديت. وبيقول له لو انت قدرت تكسر الازاز دوت انت هتاخدها ببلاش، الازاز ده معزز بطاقه سحريه خاصه، حتى صياد من الرتبه ايه لا يمكنه الحاق ضرر به. ويستعد جينو وكان هيكسره ولكن يوقفه ويقول له حتى مع اقل اهتزاز ممكن تضرب جهاز الانذار. وبيروح جينو علشان يشوف الاسلحه وبيلاقي ان جينو كسر الازاز من غير ما يلمسه. وبيلاقي الخنجر بيكون عالي جدا، هو مستوى قوه ناب كاسكا. بيطلع جينو خنجر قاتل الفرسان وبينبهر من شكله، بيقول له هيبقى سعره 100 مليون، وينصدم جينو من سعره العالي. وبيكون بيك بيفكر في جينو ومش مصدق قوته الكبيره، ده باين عليه صيادة زياده قوه. وبتكون جينا متضايقه من جينو لان الصحفيين بيجروا وراها برضه لانها اخته. وبيفتح الباب وبيلاقي جينو قدامه علشان يقعد معاه، بيقول لاخته ان هو هيغيب لمده اسبوع وهيشتغل مع جينو. ويجي الليل وبيكون جينو صاحي ويستدعي الاورك ويعين حراس لاخته وبيعين جنود يراقبوا المنطقه. وبنشوف في حاجه بتطير في السماء، ويكون جينو مع جينو ويوصله لمكان المغاره ويدخل المغاره. وكده بيكون جمع مقاومه النار في المغاره. وبيجي اشعار وبتكون مهمه جديده وهي اجمع ارواح الشياطين الجزء الثاني، وجوائز افضل بكتير من اللي فاتت. ده بقى عندي حافز لاكمال المغاره ويطلع الطابق 76. وبيكون والد جينو مش مصدق ان ابنه مشي، ولكن تحصل حاجه غريبه وكان بيغمى عليه وبيكون في المستشفى. وبيكون اتصاب من مرض السبات الابدي، وبيكون نفس المرض بتاع والدة جينو، وده بسبب تعرضه للكثير من المنى السحريه وعشان برضه مناعته ضعيفه، وده بسبب وجوده بالقرب من احد الصيادين لفتره طويله واللي هو جينهو. وبيكون في صيادين ماشيين وبيتكلموا ولكن بيشوفوا حاجه غريبه، وبتكون نمله على هيئه انسان. النمل لقد وصل. وبيكون جينو في المغاره وبيقابل شيطان عملاق وبيطلع كيبه ويديله كره الجشع، وبيستخدم قوه كره الجشع ويضرب الشيطان ويبعده عن بكره ابيه. بيكون جينو بيزداد قوه لانه قسم جيشه الى اتنين، الاول هو قتل الشياطين والثاني يبحثون على تسريح الدخول. وبيكون وصل للطابق ال 80 وبيلاقي المنى بتنقص، ومعناته كده في حد بيموت جيش الظلال، في شياطين عاليه المستوى هنا. وبيفكر يروح فين وهم هاجموا فريق الثاني ليه، من الرغم ان فريق كيبا بالقرب منهم هم اختاروا الهدف البعيد، وده معناته ان العدو ليس من مستوى كيبا، ده بيختار الخصوم الاضعف منه. هدفه التالي هو تانج، وبيقابل الشياطين وبيهجموا عليهم ويخلصوا عليهم. وبيكون جينو متخفي وبيظهر وبيهجم عليه واحد ويتفادى ضرباته ويطيره بعيد ويخلص على الاثنين التانيين. هل الوحوش بتشعر بالخوف؟ انا دلوقتي عرفت الجواب. شوف جينو بيقابل شيطان فارس ويمسكه ولكن يوقفه، وبيكون استسلم ويقول له يعفو عن حياته، ولكن صوته بيشبه صوت البنت ويشيل القناع. وبتكون شيطانه وتترجاه يعفو عن حياتها ويقول لها انت بتعملي ايه؟ ده انا قتلت صحابك دلوقتي. وتقول له واجب الفارس هو حمايه سيده، ما دمت بخير هم سعداء بكل تاكيد. دي انانيه جدا. ويقرر جينو يمشي ولكن بتكون خدعته وتهجم عليه، ولكن يفعل كيبا درع انت بتعملي ايه؟ وتترجاه تاني يعفو عن حياتها. يقول لها انت عارفه مكان تصريح الدخول، وتقول له عشيرتي بتحرسه، وكمان انا عارفه مكان التصريح العليا الثانيه، بس لو انت ضمنت سلامه عيلتي انا هبقى اساعدك. يقول لها يبقى هو عندكم، ولكن السؤال هو هل يمكنني ان اثق بك ام لا؟ وتكون خايفه جدا وتقول له انا مش بكذب عليك. يقول لها انا موافق، طب انا عاوز اعرف انتوا مين بالظبط. بتكون اسمها ايسي من عشيره رادري. يقول لها انا مش قصدي كده، وبيكون عاوز يعمل زي ما عمل مع باروكا. ويقول لها هو انتوا بتسمعوا اصوات بتحثكم على قتل البشر؟ وتقول له لا، ولكن بنسمع حاجه تانية وهي احموا هذا المكان. يقول لها من امتى؟ وتقول له من اول ما جينا هنا. وبيسالها جينو بسرعه ويقول لها كنتوا فين قبليها؟ وتقول له عالم الشياطين. ويقول لها كنتوا بتعملوا ايه هناك؟ ويتخلخل النظام وتقول له كنا بنستعد للحرب، كنا هنشن حرب ضد عدو قوي جدا يتطلب جمع جميع الشياطين لمواجهته، كنا على وشك شن هذا الهجوم على ذلك العدو، ولكن النظام بدا يتخلخل اكتر ويتعب حادثه ايسل ويغمى عليها. وبنشوف مدينه متدمره وكل ده بسبب تلك النمله. وبنشوف الصيادين يتجمعوا على اخبار تلك النمله، ووصلت الخسائر الى 300 مواطن، وعدد الصيادين الذين شاركوا في هذا القتال 108، ومات منهم 4 من الرتبه اي، وواحد من الرتبه سي، وواحد من الرتبه بي. بقى نمله تعمل ده كله، واللي قدر يقضي عليها هو صياد من الرتبه ايه، ولكن وصل متاخر
ومعناته هي بقوة سيد من رتبة ايه. الجزيرة دي قريبة جدا من جزيرة جيجو، ولو النمل كسب قدرة اكبر على التحليق هيقدر يوصل لجزيرة اليابان، وهم هيطلبوا دعم من اليابان. حان وقت الموعود. انا كنت عاوز ابدا من قبل تحصل خسائر، ودلوقتي هنبدا المهمة الرابعة على جزيرة جيجو، وبنشوف جينو ماشي مع ايسل وبيكونوا قربوا من القلعة، وبيكون ده والد ايسل وبيكون خايف جدا ويقول لها ايه اللي انت عملتيه دلوقتي؟ ايه اللي انت جايباه معاكي؟ انت مش شايف الراجل دوت ده مع عدد كبير من الجنود، لو انت جاي علشان تقتلنا يبقى انسى. وبيقول له جينو انا وعدت ايسل مش هاذي حد، انا عاوز بس تصريح الدخول، ويديله تصريح الدخول ويقول له يمشي من هنا. وبيقول له جينو عاوز اخد ايسل معايا، هي قالت عارفه مكان باقي تصريح الدخول. ويقول له طب وسلامتها، ويقول له انا هحميها. وبيكون وصل للطابق ال90، بيكون يغريز وصل رتبه فارس نخبه وتنقيله فارس، دول بقوا في المستوى واحد من رتبه اس. وبتكون ايسل جايبه معاها هدايا علشان تتفاوض مع الشياطين، ولكن باقت بالفشل. يقول لها جينو ترجع تاني، وتقول له انا مش هرجع، احنا لو تفاوضنا مع الشياطين ممكن اخد تصريح الدخول من غير حرب. يقول لها جينو انت قلتي ان في تصارع على السلطه بين الشياطين وانا هخلي عشيرتك اولهم. وتقول له انت بتعمل كده ليه؟ ويقول لها علشان انا وعدتك. يقول لها انت لازم ترجعي علشان الشياطين هيبقوا اخطر من الاول. وتقول له انا مش هرجع. وتقول له انا هتابعك حتى النهايه، انا عاوز اشوف النهايه. ويوافق جينو، بيكون بيوصل اسرع من ذي قبل وقرب من مكون اكسير الحياه. وبنشوف تشو بيكلم تشي هاي ويقول لها على جزيره جيجو، وهو تم جمع جميع صيادي رتبه اس فيها البلاد لاجل هذه المغاره مع معاونه دوله اليابان. وكمان صيادي دوله اليابان جايين دلوقتي، بيكون في اجتماع بين النقابات، ويجي رئيس نقابه السيف المسلول من اليابان، تاني اكبر نقابه في اسيا التي تحتوي على 11 صياد من رتبه اس. ورئيس النقابه هو غوتو ريوجي، ده قوته اكبر من رتبه اس. ويبداوا يتكلموا، وتقول له مترجمه بفضل مشاركه معلومات النمل احنا اكتشفنا نقطتين مهمتين في هذه المهمه. النقطه الاولى هي اعمار النمل. النمل ينمو بسرعه بعد فقسهم، ولكن يقدروا يعيشوا لمده سنه واحده. باختصار لو الملكه ماتت هيموت النمل خلال سنه. والنقطه الثانيه هي تحركات النمل. لاحظنا في المهمات الثلاثه الاخيره كان النمل ينجذب للطاقه القويه، اي انه يطارد الصيادين الاقوياء، وعلشان كده احنا هنشارك في المغاره. ال10 صيادين وانا هنبقى طعم للنمل، وانتوا هتقضوا على الملكه وينسدوا من كلامه. ويقولوا انتوا كده هتقتلوا اكتر من 1000 نمله. وبيكون جينو وصل للطابق الاخير، وبيكون الجو بارد جدا ولكن ما فيش شياطين. ولكن بيشعر جينو ويقسل بحاجه جايه عليهم من السماء، بيكون تنين ويقف على مبنى، بيكون حد راكب عليه، والصدمه بيكون شيطان. ايوه هو ده ملك الشياطين باران، وبيكون باللون الاحمر. ده اقوى من جينو، دي حالته قويه جدا، دي حتى ايسل شعرت بيها وترتجف من الخوف. ويبشر باران بالهجوم، ويخرج العديد من البوابات يخرج منها العديد من الشياطين، وبيكونوا متحصرين منهم وبيهجموا عليهم. ويفعل جينو نطاق الملك ويخرج جيش الظلال، وتبدا المعركه، ويستعمل كيبا قوته ويمحو الشياطين. وتتعجب ايسل من قوته، ولكن ده مش كافي لقتل ملك الشياطين باران. جينو ليس الا دخيل يجب القضاء عليه، انا مع اني طرف دلوقتي. ويستعد باران بالهجوم، ويطلق رعد ناحيه الغيوم، وتبدا الغيوم بانزال الرعد على جيش الظلال. وكانت ايسل هتموت، ولكن ينقذها جينو، ويجري جينو بسرعه ناحيه ملك الشياطين ويستعمل مهاره التخفي ويهجم عليه، ولكن يصدها باران. ده شاف جينو من رغم انه متخفي وطياره بعيد، ويطلق عليه رعد ويهرب جينو، ولكن الرعد يتعقب جينو ويطلق كيبا نار ويصد الضربه، ويستعمل كره الجشع ويزود من هجومه، ويرمي جينو الخنجر ويقطع راس التنين ويقع على الارض. اخيرا نزلت على الارض. حان وقت المعركه، وبتكون مجزره حرفيا، وجيش الظلال كان متفوق على الشياطين، ولكن ملك الشياطين باران عنده رد تاني. ده بيخلص على جنود جينو كلهم، وبيهجم عليه جينو، ولكن يصد ضربته مع انها ضربه حيويه، ويمسكه وكان هيقتله، ولكن يفعل كيبا درع ويمسكوه من كل ناحيه، ولكن يطلق باران رعد ويسيبهم كلهم. وبتكون المنى نفست من جينو تماما، ويخرج باران خنجرين ويستعدوا، وتبدا عاصفه وبيهجموا على بعض، ولكن كانت تحركاتهم سريعه جدا. ولكن باران كان متفوق على جينو، ويحاول جينو يصيبه باي ثمن، ولكن باران سريع جدا وبيصد هجماته، ويطلق رعد على جينو ويطير الخنجر جينو ويهجم عليه ويضربه، ولكن جينو وقف ضربته وحاول يصمد بكل قوه، ولكن باران كان هيقضي عليه، ولكن ترمي ايسل السلاح عليه، ودي فرصه جينو للقضاء على باران. ويفعل مهاره يد الحاكم ويحاول يقطع ايدين باران، وكان باران هيطلق رعد، ولكن جينو يهجم بكل قوه هذه المره ويديله بوكس بيطير راسه. واخيرا ينتهي القتال ويرجع المكان زي ما كان، ويكسب جينو روح باران، وهكذا جمع اكسير الحياه. يقول لي ايسل دلوقتي بقيته ايمان يتربى على العرش بقوه، يكون جمع غرض اكسير الحياه الاخير وهو ده من ملك الشياطين، ويجمع الاغراض. ودي رساله، وهي نسبه النجاح وعدد الكميه المنتجه بتعتمد على مقدار الذكاء، وكده بتكون احتماليه النجاح صعبه جدا، وبيكون متوتر جدا وخايف انه يفشل في صنع الاكسير، ويقرر يصنع الاكسير، وتبدا العمليه وتنجح في النهايه، وياخد 6 جرعات من الاكسير،
وبيكون جينو خايف ان الاكسير ما يشفيش في مرض والدته، ويجي ايرون ومعاه جثه التنين ويحول جينو لجنود الظل ويحاول يتذكر اسمه، بيكون اسمه كايسل، وبتكون اسم فرحانه وتقول له احنا هنقيم حفله، ولكن بيكون جينو بيفكر يرجع تاني علشان يجرب اكسير الحياه، ويتذكر ان في حجر روني مكافاه وبتكون المهاره مبادله الظل، وكده يقدر جينو يبدل مع مكان جنود الظل اينما كانوا، ويقول لي ايسل ان هو هيمشي من هنا ويودعها، اتمنى ان نلتقي ثانيه يا ايسل، وبدل مكانهم احد جنود الحراسه، ويقدر يستخدم المهاره كل 3 ساعات ويطلع كايسل ويمشي، وبيكون الرئيس غو بيفكر في مهمه المغاره، وهم هيستخدموا طاقه الصيادين لاستدراج النمل، وهم هيكونوا صيادين اليابان، وهم هيعملوا موجات تشويش عشان يقطعوا اتصال بين النمل، واثناء تلك الفرصه سينتهز فريق كوريا الفرصه للقضاء على ملكه النمل، ولكن المشكله هي موجات التشويش ممكن ما تنجحش، ويقول له جو ما تقلقش احنا عملنا خطه للتراجع لو فشلت، وبيسأل عن الصياد جينو وبيقول له ما فيش تواصل لغايه دلوقتي، وبنشوف بيك بيتكلم مع صاحبه وهو معالج من رتبه اس واسمه بيونج غو الذي شارك في غلط جيجو قبل كده، بيقول له من هو انت فعلا هتروح الجزيره، وبيقول له انت عارف صاحبنا مات ازاي هناك، كان موقف بشع جدا، بيقول له بيك لهذا السبب انا هروح هناك، انا عاوز اقتل كل النمل اللي هناك، لو احنا سيبنا النمل كده ده هيبقى مصير البلاد كلها، بيقول له من لو انت جاي هنا علشان تقنعني اروح معاك فانا هرفض، وبيقول له بيك انا جاي هنا عشان اودعك مش اكتر، انا ممكن ما اشوفكش تاني، بيقول له مين ان هو هيبقى مدرس تاريخ ويبعد عن مهنه الصياد تماما، يكون جين وصل لامه ويتذكر الحروق التي اصابها بسببه وطلع اكسير الحياه، بيكون خايف الاكسير ما ينجحش، ولكن انا شفت المعجزات التي حدثها النظام انا واثق فيه، ويفتح الاكسير ويشربها كلها، يبدا المفعول وتزال الحروق وترجع الشابه كانها رجعت 20 سنه، ولكن لم تستيقظ، ارجوك يا امي استيقظي انت السبب في زياده قوتي، انا بقيت قوي علشانك، واصبح الهواء دافئا فجاه وينزل جينو وينصدم، وبتكون ولادته فاقت من السبات الابدي، وتقول له انا من امتى وانا نايمه، وبيقول لها 4 سنوات، وتقول له شكرا انت وفيت بوعدك يا جينو انا فخوره بيك، وينهمر جينو في شده البكاء انها دموع الفرح يا جينو، وبيكون الاطباء سمعوا الخبر بيكونوا مصدومين، وتجي جينو وتبكي وتحتضن والدتها، وبيكون في مؤتمر صحفي ويتكلم الرئيس جو نظرا لعدد الكوارث التي حصلت بسبب جزيره جيجو، احنا هنبدا فيها الغاره الرابعه على الجزيره، والصيادين الذين هيشاركوا هم رتبه اس ومع مشاركه 10 صيادين من رتبه اس من اليابان، اما الصيادين الرتبه ايه وما تحت ستتولون المراقبه والدفاع عن الحدود البريه، احنا هننجح المره دي، ويرجع جينو البيت ولكن بيكون في حاله فوضويه، وينظفوا المكان، وتقول والدته انا عارفه انك بقيت صياد زي والدك كان راجل اطفاء وينقذ الناس وانت اصبحت مثله يا جينو، بيفكر جينو انضم للمغاره على جزيره جيجو، وبيكون الرئيس بيتكلم مع وو وبيقول له انا مش مصدق ان هو كان هنا صياد من الرتبه الامه، وهذه الرتبه اعلى من الرتبه اس متميزين بقوتهم المميزه، ولكن مثل هذا الشخص قوته تضاهي جيش دوله باكمله توماس اندري، لكن هو جاي هنا ليه؟ وبيسال جو على جينو وبيقول له ان هو جاي دلوقتي ويتكلم معاه، وبيقول له المهمه دي هتبدا بعد 4 ايام، وبيقول له هو انت معانا ولا لا؟ ولكن جينو بيكون متردد، ولكن بيشعر بطاقه قويه جدا، وبيقول له جو ما تقلقش ده الصيادين بيسخنوا نفسهم في الصاله، ان كنت مهتما هل تريد ان تلقي نظره عليهم ام لا؟ بيكون الصياد بيك بيقاتل واحد واسمه ما رئيس نقابه الشهره، وبيشوفوا جينو وبيقول بيك في مشكله غريبه، بيقول له تشوي ده تحول بيك، وهو لو استخدم قوته الكامله الصياد ما مش هيقدر يصمد قدامه، بيك لما بيتحول الى وحش حقيقي ومرعب، ويجي صياد اليابان وبيسالوا عن جينو، وتقول المترجمه هذا الصياد العاشر من رتبه اس ده من فئه الصحراء، بيكون قوته مصدوم، ويقول ده استحاله يكون من فئه الصحراء دي قوته عاليه جدا، وكانوا بيتريقوا على صيادي كوريا ويصفوهم بالضعفاء، ويجي رئيس نقابه الفرسان ولكن يتجمعوا باقي الصيادين ويقول لهم جوتوا احنا هنعمل نزال ودي بين صيادي رتبه اس فقط، ويجي جو يقول لهم احنا هنستبعد صيادي من فئه الصحراء ويبقى القتال فقط بين صيادين مختلين، ويقول لهم بيك القوانين وهي اللي هيمسك المعصم او اللي هيلمس ظهره او يطرح العدو ارضا هيخسر حينها، ولن يكون فرديا بل هيكون في مجموعات، ومشاركون هم السنة تشي هاي وما وبيك وليم، والاخرون هم تواتا وكاماتو وهوشينا واتانا، مستعد ما ويبدا النزال، ويهرب كاماتو وراه بيك وبيهجم معه على كينزو انها معركه قوه، ويهجموا على بعض، بيكون ليم بيهرب، وكان القتال من مسافه قريبه صعب جدا عليه، وبين كده ان ليم لا يستطيع القتال القريب، وتتيح فرصه وبيهجم عليه، ده بيهجم من بعيد بيقول له كينزو هزمه الاول ده هيبقى عقبه قدامنا، وبيهجم معه على كينزو، وبيقول له تشوي الصاله اتصنعت من اجود احجار المانا، وبيقول له جو احنا ممكن نعيد تعزيز الصاله هتتدمر بسببهم، بيكون بيك بيجري ورا كاماتو وبيتحول وبيهجم عليه ولكن يهرب منه، وبيكون كاماتو متوتر ومش واثق في نفسه، ده باين عليه بيختبر فريقه، ده من دواعي سروري، وبيتحول بيك بيبقى جد تماما، بيجري كاماتو بيجري بيك وراه، بيكون كينزو غلب ما ولم برضه، وكان بيك بيحاول يضرب كاماتو ولكن بيهرب برضه، وبيجري وراه ولكن بيقابل كينزو وهوشينا، هو انتوا فاكرين اضعف من تشي هاي؟ فانتوا بتحلموا، ده انتوا مش هتأذوني بسهوله، وبتكون تشي هاي نازله ضربات على تواتا، دي مش عارفه تتنبأ بتحركاتها، دي سريعه جدا وحركاتها مرنه ولذلك تسمى بالراقصه،
وبتهزمها وتروح بسرعه عشان تساعد بيك، ولكن بيجي كاماتو من وراها لكن تضربه العديد من الضربات كانها مسدس. وبيكون كاماتو متعصب جدا. الواد ده لو اتعصب مش هيقدر يسيطر على نفسه، وتقول المترجمه احنا لازم نوقفه، ويقول لها غوتو لو هيأذي حد يبقى نوقفه، انت ناوي على ايه يا غوتو؟ وبيهجم بسرعه على تشي هاي وكان سريع جدا وتراوغ ضرباته ويديها ضربه ولكن تيجي في الارض وبيهجم عليها، لكن جينو يتدخل ويصد ضربته ويقول له انت تماديك كتير، وكان كاماتو هيضربه لكن يمسكوا جينو ويتوحوا الارض وبيكونوا مصدومين، وكده بتكون تشي هاي خسرت وبيك برضه استحاله يكون صياد ساحر، انا هكتشف دوت. وتيجي المترجمه لجينو وتقول له غوتو عاوز يقتلك، ده باين عليه عاوز يقيس قوتي، ويبتسم. هو بيبتسم ليه وانا موجود؟ وتقول له المترجمه جينو موافق على طلبك ولكن بشرط واحد وهو تقاتل بكل قوتك، ويبتسم. وبيكونوا الصيادين مصدومين وتقول تشي هاي لبيك مش المفروض نوقف القتال دوت، ويقول لها المفروض، بس السبب في مشاهده هذا القتال هو سببك برضه، انا عاوز اشوف قوه جينو، لو هو صياد يقدر يطور من قوته احنا بنعلق املنا عليه. وبيكون جينو مستعد ولكن جوتو بيهجم عليه من غير ما ينتبه، ولكن يقدر يراوغ ضربته ويستعد جوتو ويهجم عليه ويطلق العديد من الضربات، ويقدر جينو يراوغ الضربات بسرعه، وبيكون بيبتسم ويتعصب جوتو اكتر، وبيكونوا مصدومين من سرعته، ده مش بيراوغ هجمات ده بيختبر خصمه. وبيكون جوتو متعصب جدا وبيهجم على جينو بكل قوه وبيجرح جينو في خده، وبيهجم تاني ولكن يمسك ايده، ده ماسك ايده بدل معصمه. جينو مش عاوز القتال يخلص، ده عاوز يجيب اخره، وبيستعدوا الاتنين وبيكونوا مصدومين وبيهجموا على بعض، ولكن يوقفوا القتال ويمسكوهم ويلغوا القتال ويمشي كل واحد منهم. وبيكون جينو مش في قائمه الصيادين المشاركين فيها المهمه، ولكن دلوقتي بقينا 15 صياد من رتبه اس، المره دي هننجح بكل تاكيد. وبيرجع جينو في بيته وبيتغدى مع عيلته، وده السبب اللي خلاه يبعد عن جزيره جيجو. وبنروح للجزيره وبنشوف النمل بدا ياكل بعضهم، ما بقاش في مؤن ولا اكل، احنا لازم نغادر الجزيره، نحتاج لجند قوي يقود المملكه، نحتاج لجند شديد البؤس. وتولد نمله حديثا وتقلص حجمها وتطلق قوه هائله ومرعبه، دي الجزيره بقت خطيره، الصيادين مش عارفين مين اللي مستنيهم في الجزيره. واليوم التاني بيكون جميع الصيادين بيتجهزوا، خلاص فاضل يوم للهجوم على جزيره جيجو، وتوصل السفن لموقع الجزيره ويحاصروها من جميع الجهات، ويستعد فريق اليابان، وبيكون الصيادين اتجمعوا وبنشوف مين انضم للفريق، ويقول له بيك انت بتعمل ايه؟ وبيقول له من غير معالج زيي انت هتموت، انا هنا جنبك يا صاحبي. وبيرسل غوتو وفريقه وتقسموا على الجزيره كلها، ده بيكون في واحد هيبث الحدث ولكنه هيتاخر 10 دقايق منعا للحوادث، وبيقول له المعركه دي هتبقى خطره جدا، وبيقول له ما تقلقش انا صياد من رتبه ايه، انا دخلت مغارات خطيره قبل كده، دي هتكون اخر مهمه من رتبه اس، لو احنا فشلنا في المهمه هتمحى البلاد من على وجه الارض. وبيطلب فريق غوتو طاقه كبيره جدا ويخرج النمل من مكانه، وبيكونوا متجهين ناحيتهم، يا لهم من اعداد مهوله. يخرج تشاو ويطلق رماح عليهم ولكن ده مش كافي للقضاء عليهم، دول كتار جدا، وبيزود هجومه اكتر ويقتلهم، انه الصياد المطلق. حان وقته اخيرا، وصلت للمكان، صياد اليابان هيمط له النمل لمده ساعه، وخلال ذلك الوقت لازم نقتل الملكه. وبيكون فريق غوتو بيقضي على النمل بشكل شرس وخاصه كينزو. يا ترى مين اللي هيفوز؟ لو احنا تقاتلنا انا وتشوي. بيكون فريق كوريا نزل وبيعمل تشوي حاجز نار لمنع دخول النمل، لكن هناك انفاق كثيره، يا ترى انهي واحد فيهم يقود لغرفه الملكه؟ ويستعد تشوي ويطلق العديد من الضربات فيها الحفر. بيقول له بيك انت بتعمل ايه؟ بيقول له احنا ما عندناش وقت نشوف كل واحده، احنا هنختار الاعمق فيهم وهو اللي هناك. وبيكون جينو بيتمرن وبيكون ما فيش حد خالص، وده بسبب المهمه فيها كتير من الصيادين الاقوياء، هم مش محتاجيني هناك. وبيكون الفريق بيقضي على النمل ولكن ما زالت الملكه مختفيه، ويدخلوا غرفه فيها بيت كتير، لابد الملكه قريبه من هنا، ولكن بيلاقوا بيضه عملاقه وبيكونوا مصدومين من حجم تلك البيضه، ده لو في نمله خرجت من تلك البيضه هنبقى في مشكله كبيره. وبيكون كينزو اتصاب في كتفه، وتقول له شموزه انا هعالجك ولكن انا عاوزه شيء بالمقابل، لكن ياتي العديد من النمل ولسه هيقول لها عاوزه ايه، يلاقيها اتقطع راسها، يا لها من صدمه، دي النمله بدات في اصطياد البشر. شوف موت معالجه شموزي ويحاول كينزو يدافع عن نفسه، وكان لسه هيوجه ضربته لكن النمله تقطع راسه ويجري التاني وراه ويضربه لكن يموت هو برضه، دي بانها نهايه صياد اليابان. وبيكون صياد كوريا بدأوا الاشتباك مع النمل، واحد من النمل ده من رتبه اس ولكنهم يظلون وحوش امام صيادين اذكياء، يقدروا يعملوا خطه الهجوم وتهاجم هاي ان عليها وتقطعها نصين. اجساد النمل دي صلبه جدا، دي مجرد البدايه، وبيقول لهم من ما تقلقوش انا هحميكم من ورا، طالما انا معاكم هنبقى بخير. وتقول لهم هاي ان فريحه جديده من وحوش اعماق الكهف، من المسافه ديت المفروض بيك يقدر يشوفهم، ويستخدم بيك غريزته الوحشيه ويقدر يشوف الملكه، ولكن عليها حراسه مشدده، الملكه موجوده هناك عليها حراسه مشدده من رتبه اس، وقوه الملكه مجهوله، ولكن احنا مجموعه صيادين من رتبه اس دلوقتي، احنا هنفوز للمره ديت حتما. وبيكون الفريق قطع اتصال مع فريق شارلي وبيروحوا هناك وبيلاقيهم ماتوا، وبيكون صاحبه خايف جدا، ايه الريحه ديت؟ انا عمري ما شعرتش بيها قبل كده، وبيشعر بحاجه جايه عليهم ويتعصب اكتر ويطلق كل قوته، ولكن نمله تخلص عليهم. وبيكون فريق برافو رايحين الموقع ولكن بيقابلوا العديد من النمل، وبيكون صيادي كوريا وصلوا لغرفه الملكه وبتكون ضخمه جدا وبيعزز من قوتهم، ويستدرج ماء النمل ويطلق تشوي النار عليهم. حان وقت الاستخدام اوراقها الرابحه، هو معاه حق، احنا هنقاتل بكل قوتنا حتى لو تحولت لهيئه قبيحه زي ديت، هو ده تحول الصياد بيك النهائي. وبيهاجم
وبيهجم على النمل وبيخلص عليهم، وبتكون المشاهدات وصلت ل 80%. وبيكون ماس درج العديد من النمل وبيهجم عليهم ويطحنهم حرفيا، وبيضرب لهم العديد من السهام ويقضي على النمل. لها من حركه ذكيه، وبيهجم بيك وبيخلص على باقي النمل، وتهجم هاي ان وتخلص على النمل واحد تلو الاخر. وهندور على الملكه، وتهجم الملكه على ما، وبيجي لم من وراها ويضرب العديد من السهام، وبيهجم بيك برضه لكن قشرتها صلبه جدا. لكن الملكه عليهم سم ولكن بيعالجهم من، وتهجم عليه ولكن يحميه ما، انا مش هخليك تقربي من المعالج بتاعنا. وبيجي متشو على الملكه بكل قوه، ولكن تطلق صيحه غريبه وتهرب، ولكن يضربها تشوي ولم ويمسكها ما وبيك، وتستعد هاي انه يعزز من قوتها اكتر، وتهجم على الملكه بسرعه فائقه، وتفضل تقطع في اطراف الملكه. وحانت الضربه القاضيه وتهجم عليها بكل قوه وتخلص عليها، واخيرا الملكه ماتت وانتهت المغاره التي ظلت 4 سنوات مفتوحه. هو انت فاكر المهمه انتهت كده؟ لا والله، دي مجال التشويش اتعطلت ورجع نمل للملكه، وبيكون سجن نار اتكسر. هو ايه اللي بيحصل؟ استحاله مجال التشويش تتعطل، في حد جاي علينا. وبيدخل عليهم نمله انها ملك النمل، ويطلق هاله مرعبه جدا ويخافوا منه. استحاله يكون وحش عادي، احنا لازم نخلص عليه بسرعه. بس انا اتجمدت في مكاني. وبيعدي من جنبيهم ولا كانهم هنا، وبيروح للملكه ويبدا ياكل فيها. ده بيعمل ايه؟ ويبص عليهم، ولكن ده بيهجم على هاي انه ويديها بوكس يطيرها. وبيهجم عليه ما، ولكن يكسر درعه ويقطع ايديه. وبيهجم عليه بيك ولكن بيخلص عليه برضه وراه شوي. وبيهجم على لم ولكن يضربه ما قبل ما يخلص على لم. هو انت فاكر هتقتلنا كده بسهوله؟ احنا معانا حليف قوي. وبيكون من مفعل مهاره التخفي، هو لازم ما يتحركش عشان المهاره تفضل متفعله. ويفضل ملك النمل يتفادى ضربات ما، ويمسك رجله ويلزقه في الارض، ويفضل يعمل كده مرارا وتكرارا. وبيشعر بمن، وبيكون من اصيب، دراعه اخترقت جسمه، ويهربوا من هنا. وبياكل من ويتعصب بيك وبيهجم عليه، ولكن بيرمي عليه من ويمسكه. وبيسمع بيك صوت من، ده بتلعب الضحايا الذي ياكلها. دي حركه خبيثه جدا. وبيقول له النمله انتوا ضعاف جدا، انتوا موتوا ملكتنا، قتل جنود ضعفاء مثلكم ليس عدلا. مين هو الملك بتاعكم؟ وبيشعر بقوه جايه من بره، ويسيب بيك وبيمشي. ده بيقصد غوتو، ده رايح هناك دلوقتي، احنا لازم نهرب من هنا بسرعه. ولكن بيكون النمل راجع تاني، وبيكون غوتو بيحاول يتصل بفريق دلتا، ويتصل بفريق برافو عليه، ويقول لهم الشبكه اتقطعت عن الفريقين التانيين، خليكم عندكم، احنا اللي رايحين هناك. المفروض هم في نطاق الشبكه، وايه اللي بيحصل هنا؟ وبيوصلوا مكانهم وبيلاقوهم ماتوا. وبيتصل على رئيس جمعيه الصعيد اليابان، بيقول له تكبدنا خسائر. وبيقول له هو مش انت قلت لهم يتفادوا بخاطر؟ ويقول له دول كانوا ناس ضعيفه مش اكتر، انت طالما موجود مفيش مشكله في خساره بعض الاشخاص. وفريق كوريا ايه اخباره؟ وبيقول له غوتو مواجهه التشويش فشلت، وفرصه نجاتهم هي 0%. وبيقول له رئيس اضعاف دوله مجاوره تدريجيا هتخلينا نسيطر على البوابات من رتبه اس. عامه انت يرجع مع فريقك، وهنهجم عليهم بالفريق الثاني عند البحر. ولكن بيهجم عليهم النمل ويصد غوتو الضربه وتموت واحده. ويقول له غوتو اهرب من هنا، انت هتعيقني مش اكتر. وبيهرب. بيكون ملك النمل وصل، دي هالته قويه جدا. وبيقول له هو انت ملك البشر؟ وبيقول له ايوه انا هو الملك. وبيطلق هاله مرعبه جدا. وبيكون غوتو خايف. انا شعرت بهاله زي دي قبل كده، والهاله دي عندما كان يقاتل جينو ويموت في الاخر. وبيكون النمل وصل للغرفه، وبيكون صعيدي كوريا بلا حول ولا قوه، دي بانها النهايه خلاص. ولكن يخرج جنود الظلال، وبيكون جينو مستعد ويبدل ظله. بيهجم النمل عليهم، ولكن بيظهر اغريس ومعاه ايرون ويقضي كيبه على النمل. ولكن هم جم هنا ازاي؟ وبيظهر جينو وبيكونوا مصدومين، ده جه هنا ازاي وامتى؟ حالت المعركه طاحنه، وبيكون اشاره البث انقطعت، وبيكونوا خايفين على الصيادين، وبيكون الرئيس قلقان جدا، وبيكون مركز البث يعمقوا الفوضى بسبب انقطاع البث. هنعمل ايه لو الصيادين ماتوا؟ وبيكلم المصور، ولكن الاشاره ضعيفه، ويامرهم جينو بالهجوم، ويفعل ايرون مهارته، وبيجي يغرس عليهم ويخلصوا عليهم. وبيجي جينو يقول لهم انا هساعدكم، وبيعالجهم، ويعالج هاي ان، ولكن حالتها ضعيفه جدا والعلاج لم ينفع. ويقول لهم جينو انا هفسح لكم الطريق ونهرب من هنا بسرعه. ولكن بيظهر قطيع تاني من النمل، وبيكون الرئيس وصل للاجتماع، ويقول لهم استعدوا لاي حاجه ممكن تحصل. في اللحظه دي انا كرهت جسمي وقلبي، انا كنت عاوز اقاتل معاهم، انا عاوز اقاتل المساعده باي شكل. ونشوف النمل كله اتجمع عند غرفه الملكه، وطاقه حياه غوتو انطفت، ومعناته هو مات. ويقولوا الصيادين اللي ماتوا 7 من اصل 10. وبيكون المدير متعصب جدا، وبيقولوا الاشاره رجعت تاني بتاعه الوحش. وبيقولوا الرئيس خلي الصيادين يرجعوا لفريق الهجوم عند البحر، وهنهاجم تاني عليهم، ده هتلاقيه مرهق جدا دلوقتي. وبيكون غريس وايرون شغالين طحن في النمل، ولكن الجنود العاديين صعب عليهم، انا لازم ازود قوتي اكتر، ولكن ده صعب قدامهم. يقول لهم جينو انا هفسح لكم الطريق باي شكل حتى لو بالقوه، خليكم ورا العملاق، واي نمله تتسلل قتلوها انتوا، انا عاوز الامر ده يكون سر ما بيننا. ده باين عليه عاوز يخلي النمل من جنود، لكن بيشعر بحاجه ويفسح النمل طريق، وبيشعر بهاله مرعبه جدا. ده الوحش رجع تاني، ده معناته خوذه مات على يده، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ وبيطلق صيحه وبيخافوا منه، وبيقول انا لم اجد الملك في الخارج، مين هو الملك؟ هل هو موجود هنا ام لا؟ ويتقدم جينو ناحيته، وبيكونوا مصدومين، لقد حان وقت القتال، هل انت هو ملك البشر؟ بيقول له جينو حشره وديعه
تتحدث ويحاول يخوفه، بيقول له الحشرة تظل حشرة كما هي. وبيتضايق الملك، جينو مش هيقدر يواجه الوحش دوت لوحده. وبتكون اشارة البث رجعت تاني، وبيكون المركز مصدوم ويقول لهم المدير ارجعوا البث بسرعة، احنا مش هنخسر البث تاني، مصير المعركة على عاتق ذلك الشخص. وبيكون الجميع مصدومين، وحتى اخته ده ازاي راح هناك وامتى. وبيكون الرئيس فرحان ومن شدة فرحه بيكسر الكرسي. وبيكون الملك متضايق جدا وبيهجم على جينو وبيكسر الارض. هو ايه اللي خلاه يقرب من النملة مع انه ساحر تستخف بالنملة، ولكن بيكون لسه عايش. ويضربوا جينو بوكس ولكن يتفاداها، ويضربوا الملك وصدها جينو، ويضربوا برضه ويفضلوا يضربوا ببعض، التاني يضرب والتاني يضرب. وكان المسار هيفقد وعيه بسبب الطاقة السحرية المتدفقة منهم. وبيكون الملك مش مصدق نفسه، الباشا ده قدر يجاريني، هو مين بالظبط؟ وبيهجم عليه وصدها جينو ويديله بوكس في وشه، ولكن يخرج الملك لسانه ويجرح جينو. بيكون سم، وده بسبب التهام العقرب سام. وعندما يختلط بالطاقة السحرية يصبح سم مميت في ثواني معدودة. لقد حانت نهايتك ايها البشري. ولكن جينو يمسك ايديه ويديله بوكس بيكسر جسمه. انت بتخفي سلاحك السري، علشان كده انت كنت واثق من نفسك. ويزال السم. وبيكون جينو بيشحب بالملك، هو قلقان جدا وانا برضو قلقان، انا لازم اخلص القتال بسرعة. وبيهجم عليه ولكن بيكون اختفى، السم مش بيأثر فيه ولا حتى القتال القريب. ولكن حان الوقت ليصبح جدا تماما، ويتحول الملك لاقوى تحول لديه الى الشكل النهائي. وبيصبح مخيف جدا ويطلع جينو خنجر ملك الشياطين. وبيهجم عليه ولكن يصدها، وبيهجم عليه تاني وكانت سرعتهم كبيرة جدا، التاني يصد والتاني يتفادى. وكان جينو يتفادى الضربات ويمسكوا الملك ويرميه ويطلق سحر الجليد، وده اكتسبه بسبب قتل سيد اليابان. ويطلق عليه العديد من الضربات ويتفاداها جينو ويكسر السقف. وبيجري الملك ناحية جينو وبيهجم عليه وسد ضربته، سرعته لا تقل ابدا عن سرعتي، ده بيزداد سرعة اكتر، انا المفروض ابقى الاقوى. والقتال بيصبح جديا تماما وبيهجموا على بعض بكل قوة. وكانت سرعتهم كبيرة جدا لدرجة الصيادين ما يقدروش يجروا هذه السرعة، وكانوا بيضربوا بعض وكان الاتنين بيتفادوا الضربات، التاني يتفادى والتاني بيحاول يسيب التاني. دي معركة سرعة. وبيرمي جينو عليه الخنجر وينطلق ناحيته بسرعة ويضربوا العديد من الضربات، ويمسك الخنجر ويفضل يقطع فيه. ولكن الملك بيتعصب اكتر، وكانت خلاص نهاية جينو، لكن تحصل تركية مهارة البتر ويستخدمها جينو ويقطع الملك حرفيا. وبيكون مصدوم ايه اللي حصل دلوقتي، ويستخدم الجليد ويهرب بسرعة من المكان. وبيكون جينو متعصب ويجري ورا الملك ويجي من فوق ويفضل يقطع فيه ويلزقه في الارض. وبيكون الملك متعصب جدا وبيأمر النمل بالهجوم، وبيطلع جينو الظلال. حان وقت المعركة، وبيكون ايرون وغريس شغالين طحن في النمل، وبيكون كاسل بيقضي عليهم وبيسر كيبا ويطلق النار وبيخلص عليهم كلهم. وايه اللي حصل؟ انا المفروض ابقى اقوى واحد، المفروض ابقى من يعتلي على عرش القوة، المفروض ابقى الملك، انا لازم اهرب من هنا بسرعة. ولكن جينو يفعل مهارة سلطة المهين ويلزقه في الارض وبيهرب تاني. ولكن بيهجم عليه جينو ويستخدم مهارة البتر ويفضل يقطع فيه لما يقضي عليه تماما. وبيخاف النمل وبيهرب من المكان، وبتكون حالة هاي ان حرجة جدا. جينو اتأخر جدا وبيفكر يعمل ايه، ويقول له تشوي احنا لازم نمشي من هنا. وبيقول له جينو مش هنلحق نوصل، هتكون ماتت. وبيخرج اكسير الحياة، المفروض الاكسير يشتغل ولكن بيكون اتأخر جدا، العلاج منجحش. بيفكر يعمل ايه بسرعة، مهارة التبادل لسه فيها وقت، انا لازم اتصرف بسرعة، ولو ركبنا هنتأخر اكتر، هنعمل ايه؟ وبيكون جينو ناوي على حاجة. بنشوف جينو بيكلم المصور وبيقول له اطفي الكاميرا والا كسرتها بنفسي. وبيجيب كيبا جثة من وبيقول له بيك انت ناوي تعمل ايه؟ وبيكون استخراج الظل مسموح، بيستخرج جينو ظل من وبيرجع تاني. وبيكون فريق اليابان هيهجموا تاني على النمل، ويقول لهم واحد انتوا ما شفتوش خوف غوطو ده مات بسهولة، انا مش هرجع تاني هناك، احنا ما قدمناش فرصة امام هذا الوحش. وبيقول له الوحش مات. وبيكون جينو استخرج ظل من وبيروح لهاي ان وبيقول جينو انا سمعت صوته، هو قال لي استخدم قوتي عشان يعالج هاي ان وبيعالج مني هاي ان، دي شخصية طيبة جدا، خسارة انه مات ويكونوا مصدومين من قوته، ده بالذات قوة مع ازدياد المعارك. وبيقول له بيك يرجع من تاني علشان هو مش بيحب المعارك. وبيقول له جينو ما تقلقش انا هبدلك الشعور. وبيحرر جينو ظل منه وبيبتسم لبيك. وبيكون مدير اليابان متعصب جدا وبيقول له ازاي جينو وصل للمعركة، ده كان مستبعد من المهمة اصلا. وبيقول له ده جه فجأة. وبيقول له ارجع والغي المهمة، احنا خسرنا 7 صيادين من اصل 10، احنا لو خسرنا اكتر من كده مش هنقدر نتعامل مع بوابات. وبيكون النمل بيطير في اماكن عشوائية، وده بسبب موت الملكة وموت قائدهم. وبيحاولوا الصيادين يقتلوهم ويخرجوا الصيادين، ويقول لهم تشوي احنا لازم نمشي بسرعة، جينو هيقضي على باقي النمل، احنا هنكون عائق عليه، وكمان هي ان محتاج عناية طبية. بيكون كيبا بيقضي على النمل ويخرج جينو سيف ملك الشياطين وبيخلص على النمل، ده سيف قوي جدا. وبيقضي يغريس وايرون على باقي النمل. وبيكون جينو وصل لمستوى 100 وبيجي شعاره ولكن مشوش. وبيروح جينو ملك النمل ويستخرج ظله ولكن يعطي ظلام شديد ويفتكر انه فشل، ولكن بيرجع الملك تاني وبيمشي جينو. ولكن بيكون الملك اتكلم وبيقول له جينو انت ازاي اتكلمت؟ وبيقول له اديلي اسمي يا ملكي. وبيكون رتبته جنرال، دي رتبة جديدة. وبيقول له جينو هو انت هتتبعني مع اني قتلتك؟ وبيقول له ملك انا لم امت بل تم احياء بواسطة ملكي، انا هتبعك حتى النهاية، ده هو في رتبة جنرال وقدر يتكلم.
التنظيم. ده ممكن اغريس وايرون ممكن برضو يقدروا يتكلموا بعد ما يوصلوا للرتبه ديت، وبيسميه جينو بيرو وبيستخرج ظل الباقي، وبيكون النمل وصل لخط الدفاع الاخير، وبيقول بيرو هناك 4000 نمله هائجه، وبيقول له جينو هو انت هتقدر تقلل عددهم؟ وبيقول له اذا كانت هذه رغبه ملكي، وبينطلق وبيكون الصيادين بيقتلوا النمل، وكان سونج هيموت ولكن يقتلهم بيرو بسرعه فائقه، وبيكون الصيادين في حاله حرجه جدا، وبيكون النمل كتير وبيقدرش الصياد يصمد اكتر من كده، ويتكسر الدرع ويهجموا عليهم، ولكن ياتي جينو ويقتلهم جميعا، واخيرا انتهت المغاره ويفرحوا كلهم، وبنشوف بقايا النمل وسط سواحل الصين ويستعدوا، ويقول لهم القائد البطل بتاعنا عاوز يسخن جسمه شويه، وهو بيكون اقوى تاني صياد فيها العالم، الصياد صاحب ال7 نجوم، ويستعد ويهجم عليهم ويقتلهم بضربه واحده. النمله السوداء لو جت هنا فكنت لاحظت متعه اكبر، ويقيموا جنازه كبيره للصيادين الذين ماتوا ومنهم من، وبيقابل جينو رئيس جو ويتكلموا ويقول له انا بشكرك على اللي عملته في المغاره، ويقول له جينو انا لو اتدخلت بدري ما كانش الصياد مني مات، ويقول له جو ولكن انت انقذت باقي الصيادين وعدد لا يحسب من الناس، انت بطل. يقول له انت ناوي تعمل ايه في خططك المستقبليه؟ انت ظهرت قوتك امام جميع الناس والكثير من الصيادين هيتقربوا منك. وبيقول له جينو انا هاسس نقابتي الخاصه، وبيكون نقابه الفرسان بتخلص على باقي النمل الموجود في الجزيره ويقتلوا واحد، لكن يخرج بشري فجاه وبيكون ضخم، وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ دي منطقه محظوره، لكن بيتكلم لغه غريبه، وبينيمهم واحد وبيكون بيشبه جن الجليد ولكن كبير، وبيقول له هو انت متاكد ان دي قوته؟ بيقول له انا متاكد، ولكن هو بيساعد البشر ليه؟ وكمان في شخص هنا، وبيقول له احنا هنتقدم زي ما الصيد مخطط له، ويمشي، وبيكون التاني متضايق شويه يقرر يمشي برضه، وبيكون اب جينو بيراقبهم، ولكن هو بيراقبهم ليه؟ ومين دول اصلا؟ هما بيخططوا لايه؟ وبيكون جينو راكب العربيه وبيكون في زحمه، وبيقول لسوني ان هو هينشر نقابته الخاصه ويفرح، ويتصل وو ويقول له في بوابه من رتبه بي فيها الطريق وبتكون ضخمه جدا. بيوصل جينو وبيقول له انت ما ينفعش تدخل دلوقتي لسه في صيادين جايين، وبيقول له جينو انا هتولى البوابه لوحدي، وبيدخل ولكن تتقلب البوابه حمراء، بيكون في غابه مطيره جدا وبيقابل وحوش غريبه، وبيخرج جيش الظلال. حان وقت المعركه، وبتكون هاي ان عاوزه تبقى اقوى من الاول عشان تبقى جنب جينو وتساعده، وبيكون بدا القتال وكان اغريس بيخلص عليهم وايرون تانك وكاسل وبيحرقهم كيبا، وبيكون بيرو قتل الكثير منهم. الصياد موجود لاصطياد فريسته في هذا العالم، طالما الوحوش كتيره الصيد يصبح مستمرا مهما كان عدد الاعداء، هم مش هيقفوا على كده، دول هيبقوا اقوى من الاول. بيكون جينو ماشي وبيقول منها هي فريسه التاليه، وتخلص الحلقه على كده، وكده بيكون الموسم التاني انتهى تماما. بصراحه موسم كان خرافي جدا وحماسي، يا ترى اللي هيحصل، ومن هم تلك الوحوش الغريبه التي خرجت فجاه، وما علاقه اب جينو بتلك الوحوش، وهم عاوزين ايه من جينو؟ ده هنعرفه في الموسم الثالث، واشوفكم المره الجايه. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل بتاعك.